بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب القلب، طلاب الصف الثالث الثانوي، عمو أزهر، دفعة الزهراء الحلوين، أهلا وسهلا بيكم يا دكاترة. يا رب تكونوا بخير وبصحة وأحسن حال. الحمد لله المعيد المبدي حمدا كثيرا، وهو أهل الحمد، ثم الصلاة أولا وآخرا على النبي باطنا وظاهرا. صلوا عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، عدد ما كان، عدد ما يكون، عدد الحركات والسكون. أهلا وسهلا بيك يا بطل الأبطال في كبسولة الدرس الأول في الهرمونات، النبات والنخامية والدرقية والجردرقية. كبسولة يا جماعة كده وقتها قصير، محتاجة حد يكون معدي على المنهج قبل كده تعدية بسيطة. لو مش معدي تعدية بسيطة محتاج تركز معايا كويس جدا جدا جدا. مش هسيب لك بإذن الله تفصيلة، ولكن الكلام هيتقال بشكل يعني ايه أسرع من الشرح العادي، واخد بالك؟ عشان بس يا جماعة تكون فعلا كبسولة لما كل التفاصيل في وقت قليل بإذن الله. ماشي يا ولاد؟ طيب المفاجأة الجميلة يا ولاد إن احنا بفضل الله عملنا ورق للكبسولات. يعني بص، مفيش بعد كده بجد، وهسيب لك الورق ده في الكورس، مفيش بعد كده. حمل يا باشا الورق، اطلع على اقرب مكتبه كبيره، قول له اطبع لي الورق ده A3، ورق A3، اطبعها A3، ما تطبعهاش A4 عشان ما تبقاش ملعبكه والكلام دخل في بعضه. اطبعها بحجمها الكامل واستمتع، استمتع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب نسألك فهم النبيين وحفظ الملائكة المرسلين. بسم الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ولاد، الهرمونات هي مواد كيميائية، وكالعادة يا شباب لما نبدأ الهرمونات أكيد هنبدأ يا ولاد بالهرمونات في النبات، صح ولا إيه؟ فقال لك يا دكتور الهرمونات في النبات يا شباب، ركز بقى كده. هنا يا جماعة أول ورقة هشرحها لك بس عاملة إزاي. ده يا ولاد الهرمونات، واخد بالك؟ قال لك يا دكتور قسمنا لك الصفحة لقسمين كبار، النبات والحيوان. ممتاز. هنا يا ولاد على اليمين النبات، على الشمال الحيوان. يلا يا دكتور نخش على الهرمونات في النبات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك يا دكتور بسم الله، أول معلومة حضرتك محتاج تعرفها وزوم واستمتع واطبع الورق وخطط فيه ولم الهرمونات كده بفضل الله سبحانه وتعالى. ركز معايا. قال الأكسنات يا ولاد، قال لك يا دكتور الأكسنات عبارة عن مواد كيميائية. جماعة أصلا يعني إيه أكسينات؟ قال لك يا دكتور الأكسين ده هو اسم الهرمون في النبات. ماشي، عرفه يا دكتور. كده الهرمون في أي مكان مادة كيميائية، سواء بقى بروتين، سواء استرويدي، سواء مشتق حمض أميني، هو كده مادة كيميائية. فيا جماعة الأكسين ده عبارة عن مادة كيميائية. طيب مصدر الإفراز إيه؟ قال لك يا دكتور بتفرز من الخلايا الحية في القمم النامية. يبقى يا جماعة منطقة الإفراز هي القمة النامية، منطقة الإفراز، أو الدكاترة بيسموها منطقة الاستقبال. بمعنى قال لك يا دكتور القمة النامية بتاعة الساق مثلا يا ولاد هي اللي بتستقبل الضوء أو المؤثر وبعدين تستجيب وتطلع الأكسين. يبقى يا دكتور اللي بيستقبل المؤثر هي القمة النامية. يبقى يا دكتور القمة النامية منطقة الاستقبال. ده امسكوا يا جماعة، مهم جدا جدا جدا. عد معايا. واحد. طيب، أو البراعم النباتية. وتنتقل إلى مناطق الاستجابة سايلنت يا بت، إلى مناطق الاستجابة. دكتور منطقة الاستجابة هي المنطقة اللي بتستجيب للأكسين. طيب مين هي يا شباب؟ قال لك يا دكتور والله قد يكون الساق أو الجذر، صح ولا إيه؟ ممتاز جدا جدا. يبقى يا جماعة منطقة الاستقبال القمة النامية، منطقة الاستجابة الساق أو الجذر. حلو جدا جدا. حيث تؤثر في وظائف المناطق المختلفة في النباتات. أدي حضرتك تعريف الأكسينات والإم سي كيوز اللي بتيجي فيها يا أولاد. تاني إيه هو الإم سي كيو كده سريعا؟ قال لك حضرتك منطقة الاستقبال، تقول يا دكتور القمة النامية اللي بتستقبل المؤثر وتطلع الأكسينات. منطقة الاستجابة الساق أو الجذر يا ولاد. يعني يا جماعة لو قلنا مثلا الانتحاء الضوئي، من هو المؤثر؟ تقول لي حضرتك المؤثر هو الضوء. يبقى يا جماعة المنطقة اللي بتستقبل الضوء هي القمة النامية. طيب مين يا دكتور عضو الاستجابة؟ الساق أو الجذر. الساق منتحى ضوئي موجب، يعني بيروح يا دكتور ناحية الضوء، بيتجه ناحية الضوء حركة موجبة يا ولاد. الجذر منتحى ضوئي سالب. يبقى يا جماعة منطقة الاستجابة الساق أو الجذر. ده يا جماعة المثال اللي فهمنا إيه منطقة الإيه الاستقبال ومنطقة الاستجابة. طيب بسم الله. مكتشف يا ولاد الأكسينات قال لك يا دكتور العالم اللي اسمه بويسون جونسون. بويسون جونسون قال لك والله بويسون جونسون هو أول من اكتشف الهرمونات في النباتات يا ولاد، واستطاع أن يفسر دورها في انحناء الساق نحو الضوء. يعني يا جماعه القصه بتاعت الانتحاء اللي احنا خلصناها في الحركه في النبات شرحناها كتير جدا. قال لك يا دكتور اللي فسر الانتحاء بتاع الساق نحو الضوء الا وهو الضوء، الا وهو بويسون جونسون. طيب قال لك يا دكتور الاستنتاجات يا جماعه بتاع الكلام اللي احنا قلناه فوق. القمه الناميه اسمها هي منطقه الاستقبال، خلاص، تحتوي على خلايا تفرز الاكسينات التي تسبب الانتحاء بانواعه.
خلاص. اما يا ولاد الاكسنات ركز بقى زي مين؟ قال لك يا دكتوره زي اندول حمض الخليك، بتروح على فين؟ سكتها على فين؟ سكتها سالكه على منطقه الاستجابه اللي بتنفذ الاكشن اللي هو الانتحاء مثلا. خلاص يبقى يا ولاد نحفظ القمه الناميه منطقه استقبال، الاكسنات بتروح على منطقه الاستجابه زي الساق او الجذر. حلو جدا. طيب يبقى يا دكتور مكان الافراز فين؟ تقول لي يا دكتور من منطقه الاستقبال. عمال بعد لك في الكلام كده بشكل مفصل علشان تبقى فاهم كل حاجه. تفرز الاكسنات من الخلايا الحيه في القمم الناميه والبراعم النباتيه. نعم تفرز الاكسنات، او انا عايز اقول يعني منطقه الاستقبال تفرز، مش مشكله. يبقى تفرز الاكسنات من الخلايا الحيه في القمم الناميه والبراعم النباتيه، لان النباتات او النبات ليس له غدد خاصه. اقفش ادي حضرتك MCQ. يقول لك يا دكتور هو النبات، فسر مثلا الازهر ليه يا اولاد النبات يفرز الاكسنات من قمم ناميه او براعم نباتيه؟ تقول لي حضرتك لان النبات ليس له غدد خاصه. MCQ صح ولا غلط؟ هل النبات عنده غدد؟ لا. زي الفل. طيب منطقة الاستجابة تقول لي يا دكتور الساق أو الجذر. طيب أهمية الأكسنات مهمة جدا 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 يا ولاد، ركز معايا. وأنا مش هشيل حاجة منها وألغي بعض الوظائف، أنا ما يهمنيش، أنت مهم تبقى فاهم الدنيا ماشية إزاي. لما تحب تلغي يا باشا من المنهج الغي لي جزء من المنهج بحاله، الغي لي مثلا الهرمونات في النبات، مش تشيل لي وظيفتين من ضمن وظائف الأكسنات، ده كلام فاضي ما يخش العقل. ركز معايا بسم الله. أهمية الأكسنات أول حاجة يا ولاد تنظم تتابع نمو الأنسجة وتنوعها. بمعنى يا ولاد لو قلنا أسماء قطاع في الورقة بتاع النبات بيبقى عامل ازاي ومترتب ازاي، ونقول يا جماعه سبحان الخلاق العظيم. تقول لي حضرتك الورقه بتاع النبات او الساق يا ولاد، تعالى مثلا نفتكر الورقه. قال لك والله يا دكتور في اول حاجه خلايا بارنشيميه برميليه الشكل يا ولاد توجد في اول طبقه، هنسميها يا جماعه البشره العليا، مغطاه ولاد بطبقه من الكيوتين ماده عازله للماء. افتكر الدعامه في النبات التركيبيه صح كده؟ وزي ما عندك بشره عليا فعندك بشره سفلى برضه يا جماعه. خلايا بارنشيميه بس حضرتك في اختلاف ان في دكتور هنا خلايا حارسه للصغر، وده دكتور صغر بيخرج الميه في النتح صح ولا ايه؟ وهنا يا دكتور برضه خلايا بارنشيميه وبرضه دكاتره البشره السفلى عليها برضه الكيوتين ولكن بطبقه اقل من البشره العليا. طيب زي الفل. يبقى دكتور كده عندي بشرتين. ايه كمان؟ قال لك يا دكتور بينهما نسيج اسمه النسيج الميزوفيلي او المتوسط. عباره عن ايه؟ عباره عن ركز معايا يا دكتور الله يكرمك، خلايا اولاد عماديه بتعمل نسيج اسمه النسيج العمادي، بتكون يا دكاتره مليانه على عينها بلاستيدات خضراء عشان تعمل بناء ضوئي. دي يا جماعه اللي بتخلي الورقه خضراء اصلا. خلاص زي الفل. بعد كده اولاد نسيج اسمه النسيج الاسفنجي، خلايا شباب بينها مسافات بينيه بتعمل تهويه. ماشي؟ فيا جماعه انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اقول لحضرتك تامل في عظيم خلق المولى سبحانه وتعالى، ان حضرتك عندك بشره عليا وبشره سفلى وعمادي واسفنجي، والانسجه يا جماعه مترتبه ترتيب منطقي سليم، مش ترتيب عشوائي، مش ترتيب. وعندك يا دكتور خشب والحاء طبعا. فيا جماعه الورقه انسجتها مترتبه، فيا ولاد اللي بيرتب وينظم تتابع نمو الانسجه وتنوعها هي الاكسنات. ايه كمان؟ تؤثر على النمو بالتنشيط او التثبيط. لما اقول لحضرتك ان الاكسين يا اولاد في الساق بتاع النبات لو زاد يا جماعه يؤدي الى تنشيط النمو في الساق. عشان كده يا دكتور مثلا لما كنا بنقول ان ده يا دكتور جزئي الساق، ماشي؟ هنا يا جماعه جزئين اهو. لو قلت لحضرتك ان الاكسينات تركيزها زاد هنا قوي تعمل ايه في الساق؟ تقول لي حضرتك الاكسينات تركيزها في الساق محفز للنمو، تشجع النمو في الساق، تخلي حضرتك الساق يكبر كده اهو فيروح ناحيه الضوء. لان يا دكتور من قواعد الاكسينات انها بتهرب بعيدا عن الضوء بهذا الشكل يا ولاد. تمام؟ حلو قوي. فيا دكتور ينتهي الساق نحو الضوء. فيا جماعه كده الاكسينات منشطه في الساق. طيب على النقيض يا ولاد مثبطه في الجذور. يعني حضرتك لو دول كده ناحيتين بتوع جذر، اللهم بيطلعوا منين؟ لو دول يا جماعه ناحيتين بتوع جذر فيا ولاد لو مثلا هنا الضوء نفس الكلام، الاكسينات يا جماعه بتهرب بعيدا عن الضوء بهذا الشكل، واخد بالك؟ فتتركز برضه يا دكتور هنا. قال لك لا، هنا يا دكتور بقى عكس فوق، هنا يا ولاد تثبط نمو هذه الناحيه وتكبر يا دكتور الناحيه الثانيه اللي فيها اكسينات اقل، فيتجه الجذر يا ولاد بعيدا عن الضوء. يبقى يا دكتور الاكسينات قد تكون منشطه زي السيقان، مثبطه زي الجذور، صح ولا ايه؟ تمام. ركز بقى. تؤثر على العمليات الوظيفيه في النباتات طبعا يا دكتور، زي مثلا يا ولاد الايض في النبات، البناء الضوئي، واخد بالك؟ عندك مثلا التنفس الخلوي، انتاج الطاقه، تصنيع الغذاء، تصنيع البروتين، وهكذا يا ولاد. تتحكم في موعد تفتح الازهار، امتى يا دكتور الزهره تفتح؟ تساقط الاوراق، جماعه الورق بيسقط في الخريف عشان الاكسينات بتقل، واخد بالك؟ نضج الثمار، امتى الثمره تطلع؟
طيب تمكن الانسان من التحكم في نمو النبات او اخضاع نمو النبات. يا جماعه نسمع عن الثمار المحقونه المرشوشه، واخد بالك؟ قال لك يا دكتوره ده ما تاكلش التفاح مثلا في الوقت الفلاني عشان بيكون تفاح متهرمن. يعني ايه متهرمن؟ يعني واخد اكسنات، واخد بالك؟ فيا دكتور الانسان ده ممكن يتحكم في نمو الثمار طبعا. طيب ركز معايا، قول لي مثال. اندول حمض الخليك زي الفل. طيب يا اولاد حبه نوت مهمه قوي قوي قوي، ركزوا الله يكرمكم. يقول لك يا دكتوره يتناسب معدل نمو النبات طرديا مع تركيز الاكسنات ولكن بحدود. بمعنى قال لك يا دكتوره هنا الزمن عمال تزود الاكسنات فالنمو عمال يزيد 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 يزيد، صح كده؟ حلو. لما توصل عند حد معين بتلاقي حضرتك النمو جاب اخره. بعد الحد ده يا ولاد يعني يا جماعه لما نزود الاكسنات اكتر من اللازم تلاقي حضرتك النمو قل بهذا الشكل. اللي يزيد يا جماعه عن حده يقلب ضده. طيب ركز بقى، ده يا جماعه التاثير على النمو. امال يا جماعه الانقسام الميتوزي يا ولاد؟ قال لك يا دكتوره انقسام الخلايا الميتوزي ثابت مهما تغير تركيز الاكسنات. حد عارف ليه؟ لان يا جماعه معلومات الانقسام الميتوزي بتكون موجوده في جينات الخليه، في الجينات، واخد بالك؟ طيب زي الفل ماشي. ركز بقى، تنشيط يا ولاد او تثبيط نمو او سرعه او تحفيز تكوين الازهار والثمار، كل ده يا جماعه الخير الاكسنات. يعني يقول لك يا دكتور تنشيط النمو، تثبيط النمو، سرعه او تحفيز تكوين الثمار او الازهار، كل ده يا جماعه الاكسنات. طيب بص على الرسمه دي مهمه قوي، ركزوا يا ولاد. قال لك يا دكتور والله عندك رسمه جميله اهي. حضرتك هنا كده عند السهم هنا كده يا شباب عملت ازاله للقمه الناميه. طول الساق يحصل له ايه؟ تقول لي حضرتك قبل ما اشيل القمه الناميه كان الساق بيطول، في نمو شغال، واخد بالك؟ في المستوى المعقول. لما عملت ازاله للقمه الناميه طول الساق يقصر؟ لا ثابت. يبقى يا دكتور نفرق بين النمو وطول الساق. خلاص؟ طيب بص يا حاج، اسئله يا جماعه ما اكثرها في الامتحانات، بيحبوا النبات يا ولاد. ركز معايا. قال لك يا دكتوره والله حضرتك عمال تلعب في القمه الناميه. بمعنى جيت يا دكتور نهوت على ساق بينتحي يا ولاد وفصلت القمه الناميه عن الساق بصفيحه من الميقا. جماعه الميقا عازل للاكسنات، فحضرتك لما تفصل القمه الناميه عن الساق بصفيحه من الميقا انت كده عزلت الاكسنات. يعني يا دكتور كده الاكسنات اللي بتطلع من عضو الاستقبال لا تصل لعضو الاستجابه، يبقى يا دكتور مفيش انتحاء. طيب هنا يا جماعه عزلت بماده جيلاتينيه او اجار. الماده الجيلاتينيه ولا ده الجيلاتين او الاجار منفذ للاكسنات، يحصل انتحاء. طيب شلت القمه الناميه خالص ما يحصلش انتحاء ولا نمو. عارف ليه؟ لان خلاص يا جماعه احنا شلنا مصدر الاكسنات. طيب ركز بقى. والله يا دكتور انا هنا القمه الناميه يا جماعه بتاعتي سليمه، ما حصلهاش اي حاجه، تلاقيه بينتحي عادي جدا ولا اي مشكله. طيب زي الفل. او شلتها وعملت اعاده اتصال مباشر بين القمه الناميه والساق، ينتحي يا جماعه عادي جدا جدا جدا. لان يا دكتور طالما هناك اتصال مباشر او غير مباشر يحدث الانتحاء. يقول لك سؤال، صح ولا غلط يا اسماء؟ يشترط وجود اتصال مباشر بين القمه الناميه والساق لحدوث الانتحاء. غلط، لا يشترط. ايه الدليل؟ اهو يا دكتور، اهو الاجار اهو، الجيلاتين اهو يا ولاد اهو. يبقى يا دكتور لا يشترط وجود اتصال مباشر بين القمه الناميه والساق لحدوث الانتحاء. ده يا ولاد بالنسبه لي الهرمونات في النباتات. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خش يا دكتور معايا على الهرمونات في الانسان. بص يا حاج، ما تيجي كده يا شباب نعمل مقارنه لطيفه قوي 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 ومهمه جدا 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 بين الهرمونات يا شباب والنواقل العصبيه. دكتور احنا ما خدناش حاجه في المنهج اسمها نقل عصبي. كداب يالا، كداب في اصل وشك. مش انت خدت في العضلات حاجه اسمها الاسيتايل كولين اللي كان بيخرج من حويصلات عصبيه بفعل الكالسيوم بوم يفجره يفرقعه ويخرج يا دكتور يسبح في شق التشابك، صح ولا ايه؟ صح صح. طيب ركز بقى يا ولاد، هنقارن بشكل سريع بين الهرمونات وده يا جماعه تاثير كيميائي والناقل العصبي ده تاثير عصبي، واخد بالك؟ يلا يا دكتور بسم الله. اين تفرز الهرمونات؟ اي هرمون يا دكتور في جسم، احنا خلصنا النبات، ها خلصنا النبات. اي هرمون يا ولاد في جسم الانسان يفرز في الدم، بعدين حضرتك يوصل عند الخليه الهدف. ركز، تي اس اتش يا ولاد عشان يشتغل بيروح على الدم. على انهي حته في الدم؟ على كل الدم، بس عشان يشتغل محتاج يروح على خلايا الغده الدرقيه. اشمعنى؟ لان هي اللي عندها مستقبلاته، هي اللي بتقابل وتقعد يا ولاد. عشان كده يا دكتور بيصل يا جماعه الهرمون للخلايا الهدف او الخلايا المستهدفه وصول غير مباشر.
عارف ليه؟ عشان بيروح على الدم الاول بعدين نرجع لها، حتى لو كان شغال على نفس العضو. يعني يا جماعه المعده بتطلع هرمون الجسترين، انا رايح فين؟ انا راجع تاني، واخد بالك؟ راح على فين؟ راح على الدم. طب يا جاسترين ما تخش على المعده على طول. يعني يا دكتور بيطلع من خلايا هنا بيشتغل على خلايا جنبها، ما تنزل عليها. قال لك لا، عشان هرمون يخضع للقاعده، في سيستم ماشي في جسم يا دكتور، مفيش حاجه بتحصل عشوائي، ان كل شيء خلقناه بقدر. صح ولا ايه؟ يبقى يا دكتور الجاسترين يطلع يا ولاد يروح على الدم، انا رايح فين؟ راجع تاني. تمام؟ حلو. يبقى يا دكتور اي هرمون بيطلع على الدم بيأثر على الخلايا الهدف بتاعته. خلي بالك والله اسئله في الامتحان ان شاء الله. يؤثر يا دكتور على الخلايا الهدف بتاعته تأثير يا اولاد غير مباشر. طيب لكن حضرتك الناقل العصبي، لو انت فاكر يا دكتور ده كده يا جماعه النهايه العصبيه، وده يا اولاد الساركوليم. ايه اللي بيحصل؟ بينفجر الحويصلات، يطلع الاستالكولين يشتغل دايركت على الساركوليما. صح ولا ايه؟ يبقى يا دكتور تأثير مباشر. اهو يا دكتور مثلا يفرز في شق التشابك على حسب اولاد تشابك عصبي عضلي، عصبي غدي. احنا عارفين انواع التشابك من تانية ثانوي. صح ولا ايه؟ حلو. يبقى يا دكتور بيصل مباشرة. ممتاز. طيب ركز بقى، المفعول. قال لك يا دكتوره بعد ما تصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، ركز معايا يا دكتور كده الله يكرمك. قال لك يا دكتوره الهرمون ده مادة كيميائية، بروتين استرويدي، فيا جماعة الأثر بتاعه بطيء، براحته يروح على الدم والخلايا الهدف والمستقبل يستقبل ويعمل الأكشن وبعدين يشتغل على الخلية قصة. يبقى يا دكتور بطيء المفعول. بس خلي بالك البطيء المفعول يا أولاد بيكون ممتد المفعول. يعني بيشتغل على الهادي بالراحة، بس لما يعمل لك الحاجة يعملها لك صح ويقعد معاك حبة حلوين. يبقى يا دكتور الهرمون بطيء المفعول مقارنة بالناقل العصبي. يا ولاد أسرع حاجة في جسمنا معروفة الخلايا العصبية أو السير العصبي، لكن يا ولاد الناقل العصبي سريع المفعول، تك كهربا وامشي، واخد بالك؟ مش عايز أقولها يعني، بس بينتش ويجري خلاص. طيب أنا آسف بجد يعني هو ترند حقير بس معلش عشان تفتكر. طيب الهرمونات، قال لك يا دكتور الهرمون خلايا عصبية وغدية. يعني يا جماعة الهرمون ده يا ولاد بيتكون مصدر تكوينه مصدر إفرازه إما خلايا غدية زي معظم الغدد أو خلايا عصبية زي تحت المهاد ADH وأكسيتوسين. خد لي خط كده منها عشان بس وانت بتذاكر ما تنساش ان شاء الله اخر السنة الورق ده يا جماعة الخير معانا لحد اخر السنة ان شاء الله. ADH يا ولاد واكسيتوسين زي الفل. طيب قال لك يا دكتور النقل العصبي يتكون في خلايا عصبية فقط يا ولاد، مفيش غدية. طيب الهرمونات تأثيرها يا جماعة من دقائق لساعات، ممتد المفعول، لكن حضرتك ده تأثيرها ثواني، بسرعة انتش. طيب الهرمونات قال لك يا دكتور والله زي الثيروكسين زي البروجسترون زي كتير يا ولاد، لكن حضرتك النقل العصبي زي الاستالكولين، زود كمان عندك يا دكتور النور ادرينالين. ممتاز زي الفل، ممتاز جدا. مقارنه يا جماعه مهمه قوي تخلينا ان شاء الله متمكنين في الماده بشكل كبير. طيب بسم الله. ما هو تعريف الهرمونات؟ قال لك يا دكتور الهرمونات مواد كيميائيه عضويه. يعني يا دكتور مش غير عضويه، لا يا جماعه عضويه، بروتين استرويدات عضويه يا ولاد، مش كربوهيدرات ولكن بروتينات ولايبيدات. يبقى يا دكتور ماده كيميائيه عضويه تتكون فين؟ داخل الغدد الصماء. ممتاز. تفرز فين؟ في الدم مباشرة كده ثم تنتقل إلى الخلايا المستهدفة فتؤثر على وظيفتها أو نموها. ركز معايا جماعة الخير، إيش معنى الخلايا المستهدفة؟ إيش معنى؟ تقول لي حضرتك يا دكتور الهرمون بالله عليك زودها عندك مهم قوي، يؤثر على خلية معينة دون الأخرى بسبب وجود المستقبلات. هنعرف هي فين حالا بإذن الله. طيب يبقى يا دكتور تؤثر على العضو المستهدف. طيب اكتشاف الهرمونات، مش عايز الغي حاجه بس يعني كلام سهل قوي. يلا يا ولاد بسم الله. ده يا جماعه الخير الكبد، عمك كلود برنار بص على الكبد كده بصه مش فاحصه خالص، بصه عابره كده اهوت، بصه بعبط. قال لك بس الكبد ده جواه جلايكوجين. حضرتك بعد ما درست الهرمونات عارف كويس جدا يا دكتور الجميل ان الجلايكوجين ده يا ولاد، الجلايكوجين بيخزن في الكبد بواسطه الانسولين، بس كلود ما كانش يعرف، واخد بالك ولا ايه؟ يبقى يا دكتور قال لك الجلايكوجين افراز داخلي، والصفرة اللي خارجه منه صفرة اللي شغله بالك بيا عشان تهضم في قلب الاثنى عشر افراز خارجي. يبقى يا دكتور ده عالم اكتشف ان الكبد له نوعان من الافرازات. بس يا دكتور عدي ده يا جماعه الام سي كل بيجي ماشي خلاص كده زي الفل. وحضرتك عارف ان الصفراء افراز خارجي ده صح، لكن يا جماعه الجلايكوجين افراز داخلي ده غلط ماشي. طيب ستارلينج مهم قوي. قال لك يا دكتور عمو ستارلينج في عام 1905 يا اولاد
وجد أن البنكرياس يفرز العصارة الهاضمة فور وصول الغذاء من المعدة إلى الاثنى عشر حتى بعد قطع الاتصال العصبي. يعني يا دكتور لما قطع الاتصال العصبي بتاع البنكرياس لقى برضه يا جماعة بيفرز العصارة البنكرياسية. فقال لك لا، في حاجة غلط، في حاجة مش تمام. يعني هو مين اللي قال له إن في أكل في الاثنى عشر؟ اكتشف يا ولاد أن الاثنى عشر يا شباب والأمعاء الغشاء المخاطي يا دكتور المبطن بتاعها بيحتوي على خلايا بتطلع هرمونات أو بتطلع مادة كيميائية أطلق عليها ستارلينج الهرمونات، تسري في تيار الدم يا دكتور حتى تصل إلى البنكرياس تحثه على إفراز العصارة الهاضمة. وكان اكتشاف الهرمونات من العم ستارلينج. قال لك يا دكتور أطلق ستارلينج على هذه المواد الكيميائية التي تصل في تيار الدم والتي تخرج من الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء حتى تصل إلى البنكرياس. قال لك يا دكتور هذه المواد الكيميائية أطلق عليها ستارلينج لفظ هرمونات. واخد بالك ولا إيه؟ ممتاز. طيب ممتاز جدا جدا جدا. وبعدين قال لك يا دكتور والله عم ستارلينج اكتشف الهرمونات، وكان أول هرمون مكتشف يا ولاد ألا وهو سكروتين، السكرتين، سكرتين والكولي سيستوكاينين. دول يا جماعه اول الهرمونات المكتشفه، هرمونات القناه الهضميه يا اولاد. طيب عشان نخلصها بالمره بقى، تعالى يا دكتور نخلص هرمونات القناه الهضميه. بيعملوا ايه؟ قال لك يا دكتور السكرتين والكوليسيستوكاينين يخرجوا منين؟ من خلايا موجوده في الغشاء المخاطي المبطن للامعاء. بيعملوا ايه؟ يسيران في تيار الدم حتى يصل الى البنكرياس، يحثانه على افراز العصاره البنكرياسيه الهضم اللي فيها ايه؟ اللي فيها حضرتك اللايبيز بتاع هضم الدهون، بيحول المستحلب الدهني ليه؟ احماض دهنيه وجليسرين. واخد بالك فيها دكتور الاميليز البنكرياسي او الاميليز البنكرياسي بتاع هضم النشا والجلايكوجين، يحول النشا والجلايكوجين ليه؟ مالتوز. فيها حضرتك التريبسين او التريبسينوجين يا جماعه اللي بيشتغل على سلاسل عديد بيبتايد او بيشتغل على البروتين يخليها سلاسل عديد بيبتايد. خلاص؟ طيب زي الفل. فيها يا جماعه كمان ال NaHCO3 اللي بيعادل ال HCl في الامعاء. يبقى يا دكتور دي كده العصاره البنكرياسيه. ممتاز ممتاز. مين يا جماعه اللي بيخلي البنكرياس يطلعها؟ حاجتين، الاثر العصبي يا اولاد او المؤثر العصبي والمؤثر الهرموني. طيب ماذا لو قطعنا الاتصال العصبي؟ يتوقف افراز العصاره البنكرياسيه؟ لا، امال يصبح ابطا. طيب تعال نعكس بقى السؤال ده. ماذا لو قطعنا يا اولاد الاتصال الهرموني؟ يعني يا جماعه الدم اللي رايح على البنكرياس قفلناه فالهرمونات ما توصلش البنكرياس، ايه اللي يحصل في الافراز بتاع البنكرياس؟ لا، يفرز في شكل نوبات سريعة في المفعول على شكل نوبات متقطعة. عارفة ليه؟ لسه بقول لك السائل العصبي كهرب واجري كهرب واجري كهرب واجري، تلاقي البنكرياس ويسكت ويسكت ويسكت. ليه؟ لأن أثر الأعصاب سريع وقصير المفعول، لكن اثر الهرمونات بطيء ممتد المفعول. يبقى يا جماعه لو قطعنا الاتصال العصبي الافراز يصبح ابطا. لو قطعنا الاتصال، وده مش يعني ده مش حقيقي، ده مش حاجه هتحصل مثلا، بس تمام يعني افرض انك قطعت الهرمونات عن البنكرياس، قال لك يا دكتور الافراز بتاعه يصبح اولاد في شكل نوبات سريعه المفعول من البنكرياس على الاثنى عشر. خلاص زي الفل. نوبات من الافراز بتاع العصاره البنكرياسيه. لا استني بس، هرمونات ايه؟ انا هقطع مثلا يعني هخلي الوريد اللي خارج من الاثنى عشر مخرج السكرتين او الكوليسيستوكاينين ده قفلته، فمش هيوصلوا للبنكرياس، بس البنكرياس بيطلع عادي هرمونات في وريده عادي. خلاص كده فهمتي؟ بس دي القصه كلها. طيب ها في سؤال؟ ما هو العصب شغال يا بنتي، ما هو المؤثر العصبي ده بيخلي البنكرياس يطلع هرموناته، فهيطلع بتاثير السائل العصبي، فاهماني؟ فتلاقيه بيطلع بشكل سريع كده نوبات بيشو 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 بيشو. خلاص طيب زي الفل. طيب التركيب الكيميائي يا اولاد للهرمونات، قال لك يا دكتور والله في حاجه اسمها بروتين معقد ومواد دهنيه يا جماعه واستيرودات ومشتقات احماض امينيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك يا دكتور البروتين المعقد ده يذوب في الماء، يذوب في الماء، يعني حضرتك يذوب في الدم، اكتب عندك كده. طيب مستقبلاته فين يا اولاد؟ خارج الخليه. زي مين؟ معظم البروتينات زي الجي اتش، تي اس اتش، اي دي اتش، خد بالك اف اس اتش، برولاكتين وهكذا. طيب مواد دهنيه يا دكتور استيرودات كام؟ 7. تعالى لي لا تذوب في الماء، يبقى يا دكتور لا تذوب في الدم، تذوب في المذيبات العضويه. مستقبلاتها فين؟ داخل الخليه. ليه؟ عشان حضرتك بتعرف تعدي الغشاء البلازمي اللي هو عباره عن طبقتين من الفوسفولايبيدات.
يبقى يا دكتور مستقبلاتها جوه الخليه. ممتاز. امثله قال لك يا دكتوره، ركز بقى جماعه، انا بحب اسكمها كده: الهرمونات الجنسيه وما يشبهها واللي جنبها. يعني يا دكتور حضرتك الجنسيه مين؟ التستوستيرون والاندروستيرون اخوه، والاندروستيرون طبعا، والاستروجين بتاع الانثى واخوه البروجسترون. ادي حضرتك الجنسيه. مين اللي يشبهها؟ الهرمونات الجنسيه من قشره الغده القذريه، اللي هتشبه الهرمونات الذكريه عند الاناث وتشبه الانثويه عند الرجال. خلاص. مين اللي جنبها؟ باقي القشره اللي هم يا جماعه الخير الالدوستيرون والكورتيزون والكورتيكوستيرون. خلاص. ده ولا بالنسبه لي الهرمونات الجنسيه الاسترويديه او الهرمونات الاسترويديه. الباقي كله بروتينات. طب في اكسبشن، قال لك يا دكتوره مشتقات احماض امينيه. زي مين يا ولاد؟ قال لك يا دكتوره والله حضرتك دي بتدوب في الميه، الهرمون يا ولاد بيخش في تركيبه حمض اميني. زي مين مثلا؟ زي الثيروكسين والادرينالين. اللي عند حضرتك الثيروكسين مثلا بيخش في تركيبه يا ولاد حمض اميني اسمه التيروسين. طيب قال لك يا دكتوره المستقبلات بتكون خارج الخليه ما عدا الثيروكسين يا ولاد بيكون داخل الخليه. يعني يا جماعه الثيروكسين هو الوحيد اللي تبع او له علاقه بالبروتينات والاحماض الامينيه، بس مستقبله يا اسماء زي الاستيرويدات. يبقى يا دكتور مستقبل الثيروكسين فين؟ جوه الخليه زي الاستيرويدات. اكسبشن. اتفقنا؟ زي الفل. طيب يا دكتور كده عرفنا طبيعه الهرمونات يا اولاد الكيميائيه، بروتين، استيرويدات وهكذا، مشتقات احماض امينيه. خش يا دكتور بقى على انواع المستقبلات. قال لك يا دكتور والله انواع المستقبلات في السيتوبلازم يا ولاد او بالقرب من النواه. مين دول؟ دي حضرتك الحاجات اللي بتعرف تعدي الغشاء البلازمي. زي مين؟ زي الاستيرويدات. ومين معاهم؟ الثيروكسين. زي ما اتفقنا. زي الفل. هتلاقي حضرتك المستقبل اهو جوه السيتوبلازم. ماشي يا ولاد؟ طيب مين حضرتك اللي على الغشاء من بره؟ البروتين. كل اللي باقي عدا الثيروكسين بتلاقي يا دكتور قاعد بره كده. تمام؟ زي الفل. طيب يلا يا جماعه الخير، الهرمونات يا ولاد كميتها قد ايه؟ تقول لي يا دكتور والله تفرز بكميات محدده جدا جدا تقدر بالميكروجرام حتى تؤدي وظيفتها على احسن حال، حيث ان الزياده او النقصان في الهرمون يا ولاد يؤدي الى حدوث امراض. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم امه وسطا. كل ما هو وسطي جميل، لا تزود ولا تنقص، واخد بالك؟ خليك دايما في الايه؟ في الوسط. طيب اهميه الهرمونات، قال لك يا دكتور والله اول حاجه نمو الجسم. زي مين يا حلوين؟ دلوقتي يا اولاد احنا قادرين بفضل الله عشان بنراجع نقول لحضرتك على كل هرمون من دول هو ايه. لو اتكررت بالشبشب قسما بالله. طيب براحتك بقى، اهو الشبشب سهل اهو بقى، في الرجاله سهل خالص. طيب يلا يا جماعه الخير. لا والشبشب محمل، فاهمه؟ يعني تقيل هيوجعك. طيب يلا يا جماعه الخير، الاهميه بتاعت الهرمونات يا اولاد. اولا يا دكتور نمو الجسم. والله يا دكتور احنا بنراجع، فاقدر اقول لحضرتك ان الهرمون المتحكم في نمو الجسم الا هو يا شباب الجي اتش. صح ولا ايه؟ زي الفل. مين بيساعده يا جماعه الخير؟ الثيروكسين. شطار. طيب النضج الجنسي مين؟ تقول لي حضرتك في الاناث الاستروجين والبروجسترون. طب وفي الرجاله التستوستيرون والاندروستيرون. ممتاز. التمثيل الغذائي سواء هضم او بناء. لا، هنا سنقف قليلا، هنا سنسكت قليلا احتراما وتقديرا لهذه المعلومة الجميلة. يا دكتور الأيض في جسم الإنسان بيتحكم فيه الهرمونات. لو هتكلم على أيض البروتين يا أسماء أول حاجة، يبقى يا دكتور هروح دايركت للجي اتش. بناء ولا هدام؟ بناء، بيبني البروتين يا دكتور خاصة في العضلات والعظام. هيجي لنا حالا إن شاء الله. طيب لو هروح يا دكتور يا جميل على الأيض الأساسي في جسم الإنسان، يعني حضرتك حرق واكسدت الجلوكوز لانتاج الطاقه، هروح يا دكتور دايركت على الثيروكسين. لو هروح يا جماعه الخير يا حلوين يا احبابي يا طلاب اليوم زملاء الغد ان شاء الله على ايض السكريات. ركز اوعى تتسرع. السكريات يا جماعه والنشويات في جسم الانسان، يعني حضرتك بيزودوا السكر في الجسم، الا وهما الكورتيزون واخوه الكورتيكو. الكورتو والكورتيكو. الكورتيزون والكورتيكو اخوه. طيب لو هروح حضرتك على ايض السكريات يا اولاد و الدهون، تقول لي يا دكتور على طول هروح على الانسولين. تمام؟ مهم جدا جدا جدا، واحنا يا جماعه الخير قادرين نفصص الكلام ده دلوقتي علشان احنا خلصنا الهرمونات. تمام. طيب تتحكم في سلوك الانسان العاطفه والتفكير. يعني يا جماعه الخير العاطفه والحب والمشاعر والحزن والكره وكل القصص والحقد والغل والصفار والكلام ده كله هرمونات. تمام؟ والسعاده. طيب يا جماعه هرمون السعاده اسمه السيروتونين، عارفينه؟ اسمعني. ده لما يزيد في الجسم بيعمل ايه؟ سعاده كده. خد بالك، يعني يا ربنا يرزقك يا اسماء يا رب حبه سيروتونين. طيب عشان تبطلي حزن. اتزان الوضع الداخلي للجسم. اوبا
هنا سنسكت قليلا احتراما تاني وتقديرا لهذا الجميل. جماعة الخير، اتزان الوضع اصل مهم قوي قوي قوي. اتزان الوضع الداخلي، بقول مهم برضه سرحان وبيلع ولا. طيب يا دكتور، اتزان الوضع الداخلي لجسم الانسان، ركز بقى، هو ضبط كل ما هو داخل الدم. بمعنى دكتور، اولا والاهم يا ولاد الاسموزيه بتاع الدم. ويا دكتوره اسموزيه دايما معناها، اكتب ورايا يا ولا، املاح، سكر، ماء. اهو اي هرمون بيأثر على الملح خلي بالك بيظبط الاسموزيه. لا صح يا اسماء، لا الميه مش فوق يا عسل. الاسموزيه يعني الضغط الاسموزي تتناسب طرديا مع الملح والسكر الذائبات، عكسيا مع المذيب اللي هو الميه. طيب علينا بتخرف يعني اي كلام عادي بقى، مش مشكله، حد بيحاسبها. هو انا اصلا بشبشب لها، ما شبشبتش بقالي كتير فتمام حقها يعني. يبقى يا جماعه اي هرمون بيأثر على الملح او السكر او الميه يا اولاد ده بيظبط الاسموزيه، بيظبط الاتزان الداخلي. بس كده؟ قال لك لا طبعا حضرتك، اي هرمون بيظبط اي معدن في الجسم، زي الكالسيوم، زي الصوديوم، زي البوتاسيوم. يلا يا حاج عد لي الهرمونات اللي بتأثر على الاتزان الداخلي في جسم الإنسان. تعرف؟ يا سلام، سهلة جدا يا دكتور، في أسهل من كده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة يا دكتور وأسهل حاجة يعني وأشهر حاجة اللي بيظبط المية في جسمي طبعا طبعا طبعا، ومن أهم الحاجات هو الADH. معلومة يا ولاد، معلومة، العامل المؤثر على إفراز الADH هو الاسموزيه في الدم. لما دمك اسموزيته تعلى، الغده النخاميه يا دكتور راح لها دم، راح لها شريان يا ولاد في المخ، تفهم ان في حاجه غلط، تفهم ان الميه قلت، طلع ADH. واخد بالك؟ طيب اللي بيأثر على الملح يا شباب، طبعا الاهم الالدوستيرون، يطرد البوتاسيوم يرجع لك الصوديوم. اللي بيأثر على الملح الثالث اللي هو الكالسيوم، كالسيتونين. كنا دايما عكس بعض، باراثرمون. صح ولا ايه؟ صح ولا ايه؟ طيب اللي بيأثر على السكر يا ستي، ما مش هزعلك، بس الاساسي الانسولين والجلوكاجون. ده بيقلل، عكسه الجلوكاجون بيزود. بتقول الثيروكسين عادي مشيها. يبقى يا دكتور دي هرمونات بتؤثر على الاتزان الداخلي يا ولاد في جسم الانسان، مهمه خالص 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 خالص، زي عمك بهيك كده، خالص خالص خالص. يبقى يا دكتور ADH، الدوستيرون، كالسيتونين، باراثرمون، وجلوكاجون وانسولين. اوعى تنسى الكلام ده، حطوا حلقه في ودنك، الاثنين، حلقه هنا وحلقه هنا. طيب تنظيم درجة حرارة الجسم، يا ساتر يا رب، لا يخضع للتحكم الهرموني. بص يعني يا جماعة، ضبط الحرارة بتاعتنا عند 37 وشوية أو 37 محتاج سرموستات. السرموستات ده موجود في دماغك في مخك، خلاص مش في الهرمونات. بس عايزك تقول لي هرمون بيعلي الحرارة لو زاد. اهو شايف بقول لك ايه؟ بيعلي الحرارة لو زاد، مش بيظبط الحرارة، مش مسؤول عن ضبط الحرارة. ده هو لو حصل فيه مشاكل، لو احول يظبط لك او يبوظ لك الحرارة. مين هو؟ طبعا الثيروكسين. يبقى يا دكتور الهرمون اللي بيعلي الحراره لو زاد يا اولاد هرمون الثيروكسين. يقول لك يا دكتوره قول لي هرمون يؤثر على حراره الجسم. طبعا الثيروكسين يا اولاد، لانه حضرتك مسؤول عن الايض الاساسي في جسم الانسان، حرق واكسده الجلوكوز لانتاج الطاقه. ما تصلي على النبي بقى، ما تسمعونا يا جماعه زغروطه بقى، زغروطه يا بنت اسماء. احنا خلصنا يا جماعه المقدمه كلها وهنخش ان شاء الله على الغده النخاميه. خلاص كده؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ايه ده؟ صوتي يا اسماء، فاضل حته. طيب بصوا يا ولاد، هو احنا يعني ايه؟ بصوا يا حلوين، بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده يا جماعه الورقه رقم 1. هحاول ان شاء الله احفظها زي ما هي كده عشان ابعتها لكم بالكلام المكتوب عليها، يعني مع انها شخبطه بس مش مشكله، هنحاول يعني ان شاء الله. خلاص حضرتك مش محتاج اقول لك بقى ان انواع الغدد في جسم الانسان 3. غدد صماء اهو جايه اهي ماشي، وغدد قنويه وغدد مشتركه او مختلطه جايه ان شاء الله. بص يا حاج، هنا يا ولاد الغدد في جسم الانسان قنويه، يعني حضرتك افرازها خارجي بتصب في قناه، واخد بالك؟ وقد يكون يا جماعه الافراز بتاعها ده خارج الجسم، يعني يا جماعه الافراز القنوي ده خارج الجسم زي الغده العرقيه او الغده الدمعيه، صح كده؟ حلو. انا بمثل وانا بشرح. يا سلام لما تكون بتحب اللي بتعمله قوي، لما تكون بتحب التدريس ده زي عينيك بجد. انا يا جماعه والله العظيم بشرح للناس من وانا مثلا في اولى اعدادي وستة ابتدائي، بجد بحب امسك ورقه وقلم اظبط الدنيا واشرح كده واستمتع بالشرح. يعني اتمنى تكون مستمتع يا ولا، اتمنى بنت تكون مستمتعه، مستمتعه كده. وايه الدنيا بالنسبه لك كده زبادي في الخلاط، اصعب ماده في ثانويه عامه ماشيه معاكم حلاوه. ايه بقى؟ طيب صح ولا ايه؟ ماشي ولا مش ماشي؟ الكيمياء مش اصعب، الفكره في تلقي المعلومه عامل ازاي. والله الكيمياء اسهل من الاحياء، وهتشوفي ده اخر السنه. بس ان شاء الله ان شاء الله
المفهوم. غدد ذات افراز خارجي تحتوي على الجزء المفرز، تمام، لها قناه خاصه بها زي الفل. الفتحه يا ولاد خارج الجسم زي الغده العرقيه، زي الغده الدمعيه، زي الثدييه، بيسموها يا جماعه غدد ذات افراز خارجي عشان حضرتك بتصب في قناه، خارجي كمان عشان خارج الجسم. طيب قد يكون حضرتك الافراز الخارجي ده داخل الجسم، زي اللعابيه بتصب اللعاب في بقك، واخد بالك، والهضميه، واخد بالك. يبقى يا دكتور دي اسمها غدد ذات افراز خارجي داخلي. خلاص. طيب خش حضرتك على الصماء. احنا اصلا يا جماعه اللي بيتحكم في جسمنا جهاز الغدد الصماء مع الجهاز العصبي، واخد بالك. اهو غدد ذات افراز داخلي ليس لها قنوات خاصه بها، مفيش قنوات يا جماعه، تصب افرازاتها من الهرمونات في الدم دايركت، مباشره دايركت. امثله النخاميه والدرقيه والكظريه، وعادي براحتك يا دكتور قول زي ما عايز تقول قول، كل دول يا جماعه غدد صماء. طيب مشتركه او مختلطه، عندك مثالين يا دكتور. دي حضرتك بتجمع بين وظيفه الغدد القنويه والصماء، فيها جزء غدي يا ولاد قنوي واخر لا قنوي او اصم، زي البنكرياس والخصيه. وفي بعض الناس بتعتبر المبيض غده مشتركه، لو حد قال لك المبيض صماء ما تزعلش قوي، ما فيش مشكله يعني، عادي، ما عاديها، معلومه هي مالهاش لازمه يعني. طيب حبه ملحوظات يا ولاد، بسم الله. يلا عبد الرحمن كده ركز معايا وصح. بسم الله الرحمن الرحيم. وكوبايه الشاي الجميله كده بتاعتك عبده، ودلع الناس كده في الكومنتات، لا في الكومنتات يدلع الناس في الحاجات، واخد بالك، يديهم كده في الحاجات الحلوه. يعتمد نشاط الغدد الصماء على كميه الهرمون المفرزه او الهرمونات المفرزه من الغده نفسها او غدد اخرى بالجسم. بمعنى والله يا دكتور ممكن غده درقيه يتحكم فيها هرمون جاي من غده نخاميه، ده معنى الكلام. او لما الدرقات تتجنن يا ولاد وتطلع هرمونات كتير جدا 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 ترجع على الغده النخاميه، يوم يا دكتور النخاميه تقلل الهرمون المنشط فتقلل افراز الهرمون من تحت، اسمها دكتور التغذيه الراجعه السلبيه. ده يا جماعه معنى الكلام بس خلاص. طيب ركز معايا، بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا جماعه مثال على التغذيه الراجعه السلبيه. قال لك يا دكتور تحت المهاد بتطلع اولاد هرمونات بتشغل الفص الامامي، بس ده مش عندك في المنهج يعني، اسمها تي ار اتش. فكك من دي، ركز على الفصل الامامي اللي عند حضرتك. بيطلع يا جماعه تي اس اتش ينشط الغده الدرقيه. لما الدرقيه يا دكتور تستجيب وتطلع هرمون الثيروكسين تي 3 وتي 4 يا اولاد، يقوم يا دكتور يرجع على الغده النخاميه يقلل افراز التي اس اتش. اتفقنا؟ زي الفل. يبقى يا دكتور دي كده التغذيه الراجعه السلبيه. طيب بص حضرتك كده على رسمه يا اولاد بتلم الهرمونات كلها عشان نبدا بقى نفصص في الغدد. بسم الله الرحمن الرحيم. ركز يا دكتور الله يكرمك معايا بشكل قوي جدا جدا جدا. بص على الرسمه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا اولاد، توزيع الغدد الصماء في جسم الانسان. طبعا يا دكاتره لو بدانا بحد غير المايسترو نبقى احنا غير منصفين، مع ان يا جماعه سبحان الله حجمها صغنطط جدا جدا جدا، بس يا اولاد هي المايسترو تتحكم في معظم الغدد الصماء. قال لك يا دكتور بسم الله، نبدا بالنخاميه يا ولاد. حضرتك لها جزئين، جزء غدي ده يا جماعه المايسترو بجد، ده يا دكتور اللي بيتحكم في وظائف الغدد الاخرى، ماشي. جزء عصبي، وده حضرتك مجرد مكان بتتحوش فيه يا اولاد النهايات العصبيه بتاعت الخلايا العصبيه المفرزه. هفهمك يعني ايه. ركز بقى، بيطلع ايه؟ اي دي اتش او اتش اوكسيتوسين. لكن الغدي عد بقى، جي اتش، تي اس اتش منشط الدرقيه، اي سي تي اتش منشط قشره القذريه، اف اس اتش ال اتش جنسيه برولاكتين بتاع الثدي اللبن. خلاص زي الفل. طيب خش على الدرقيه دي يا دكتور بتتاثر بتي اس اتش بيشغلها يا اولاد، بتطلع ايه؟ الثيروكسين. يقول لك الثيروكسين ده ساعات يطلقوا عليه اسماء هرمون الدرقين، اسم رخم قوي بس ممكن يجي لك في الامتحان. والكالسيتونين. طيب حضرتك الكالسيتونين ده بتاع الكالسيوم، كنا دايما عكس بعض مع مين؟ مع الباراثرمون من الجراد الدرقيه. اهو الباراثرمون ده يا جماعه بيشتغل مع ده في ضبط مستوى الكالسيوم في الدم. والعامل الوحيد خد عندك بقى ام سي كيو، العامل الوحيد المؤثر على مستوى كل من الكالسيتونين باراثرمون هو الكالسيوم في الدم، والعامل الوحيد المؤثر على افراز انسولين جلوكاجون هو الجلوكوز في الدم، السكر في الدم. خلاص. طيب البنكرياس عندي يا دكتور، في البنكرياس قنيات العصاره البنكرياسيه اللي بتطلع الانزيمات الهضمه بفعل السكرتين كوليستوكاينين، دي سهله. وجزر لانجرهانز حضرتك الغدد الصماء اللي فيها الفا وبيتا، بيتا بتطلع الانسولين، الفا بتطلع الجلوكاجون، خلصانه. طيب بسم الله. قال لك يا دكتور التيموسين خارج من الغده التيموسيه، دي يا جماعه مش في المنهج عندنا ولكن في المناعه ان شاء الله، ماشي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. خش يا دكتور على الخصيه، ماشي، عند الذكر، والمبايض عند الانثى. ركز معايا. قال لك الخصيه بتطلع هرمونين، تستوستيرون اندروستيرون. يا جماعه ده كده يعني بريف للهرمونات. المبيض اولاد بيطلع الاستروجين بروجسترون، زي الفل. خش على القناه الهضميه. خلصنا يا دكتور السكرتين والكوليستوكاينين وخدنا كل تفاصيلهم، ماشي، وخدناهم بيطلعوا في الامعاء يحثوا البنكرياس لافراز العصاره البنكرياسيه الهضمه، تمام. قصه ستارلينج. المعده اولاد بتطلع الجسترين الذي يحث المعده على افراز، ركز معايا، العصير المعدي
اللي فيه ماء HCl وانزيم البيبسينوجين يا ولاد. ده يا دكتور وظيفه الجسترين. طب خلي بالك عشان بس نكون خلصنا بقى. جماعه الجسترين بيطلع اهوت بيطلع يا جماعه الجسترين من المعده. يطلع يا دكتور من خلايا بتاعه الجسترين في المعده اهي، يروح على فين يا اسماء؟ على الوريد اللي خارج من المعده، يتفسح في الدم، ويرجع يا دكتور في الشريان بتاع المعده عشان يؤثر على، ركز بقى، نفس العضو، لكن يا دكتور مش نفس الخلايا، يؤثر يا دكتور على خلايا مختلفه. صح ولا ايه؟ ممتاز. تمام. ده يا جماعه الجسترين. حضرتك الخلايا المختلفه دي هي اللي بتطلع العصاره المعديه. طيب خش يا دكتور على القذريه. قال لك يا دكتوره قشره ونخاع. القشره يا جماعه بتطلع هرمونات جنسيه وهرمونات سكريه وهرمونات معدنيه، كلهم استيرويدات. جنسيه، سكريه، معدنيه. معدنيه الدوستيرون، سكريه كورتيزون وكورتي اخوه، والجنسيه. خلاص. طيب النخاع ولاد بيطلع ادرينالين ونور ادرينالين. طيب حضرتك القشره بتتنشط بتاثير هرموني اللي اسمه ايه يا شباب؟ ACTH. لكن النخاع يا دكتور بيتنشط بالجهاز العصبي السمبثاوي. طب معلش عشان في معلومه بظهوري كده اهوت مش عارف ما اقولهاش. يلا يا ولاد، مين اسرع في الافراز، القشره ولا النخاع؟ طبعا بلا شك النخاع. ليه؟ لان حضرتك النخاع ده بيشتغل بالجهاز العصبي السمبثاوي، ولسه قال لحضرتك فوق كل ما هو عصبي سريع. صح ولا ايه؟ طيب بص يا حاج بقى، يلا يا اسماء، 5 جنيه. 5 جنيه. ماده كيميائيه تساهم في افراز الادرينالين. بس الادرينالين صح والله العظيم صح، كنت لسه هقلع الشبشب. يا دكتور مش هو اتصال عصبي مع الغده؟ يعني حضرتك التشابك اسمه تشابك عصبي غدي. ايوه. يعني يا دكتور في نهايه عصبيه. تمام مظبوط. يبقى يا دكتور بيطلع من قلب حويصله مين؟ اسيتيلكولين. فلما اقول لك الاثر او المؤثر عصبي، طب الماده الكيميائيه اسيتيلكولين. زودتيها عندك؟ طيب بعد الحصه. ماشي. ده يا ولاد مكان الغدد في جسمنا. لا تنسى حضرتك ان الغدة الجرات الدرقية موجودة خلف الغدة الدرقية. ممتاز 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 ممتاز. ده يا دكتور كده خلصنا بفضل الله كل المقدمة يا جماعة بكل الزيادات اللي بتيجي في الامتحانات. يلا بينا يا ولاد، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما نجيب كوباية الشاي كده والزنجبيل بالقرفة نبدأ مع الغدة النخامية على بركة الله، ولكن صلي بينا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب بسم الله يا ولاد نبدأ الغدة النخامية. ركز معايا يا دكتور. قال لك يا دكتورة أول حاجة اسمها الغدة المايسترو، سيدة الغدد الصماء. ليه؟ لأنها تتحكم في جهاز الغدد الصماء عن طريق الهرمونات التي تفرزها، وتؤثر في معظم الغدد الصماء الأخرى، وليس، ركز بقى، ليس كل. يعني يا جماعة كل غلط، 100% غلط. طيب ركز معايا. قال لك يا دكتور والله عبارة عن 3 فصوص وعنق. فص أمامي يا ولاد، فص اوسط انت مش شايفه، فص خلفي، والعنق. ماشي يا ولاد؟ طيب ركز بقى. معدي في العنق يا ولاد محاور بتاع الخلايا العصبيه المفرزه اللي في تحت المهاد. بتنتهي يا دكتور النهايات العصبيه في قلب الفص الخلفي، وهنعرف التفاصيل دلوقتي. ماشي؟ ركز معايا. موقعها فين؟ قال لك موقعها ايه؟ طيب ركز معايا. موقعها فين؟ قال لك يا دكتوره موقعها اللوكيشن بتاعها يا ولاد تقع اسفل المخ. تتصل يا دكتور بمنطقه تحت المهاد اللي اسمها الهايبوثالاموس. طب ركز معايا. يقول لك يا دكتوره جميع هرمونات الجزء الغدي يتم تصنيعها وتخزينها وافرازها بواسطه خلايا الفص الامامي للنخاميه. يعني حضرتك الفص الامامي والاوسط ده يا جماعه اللي فيه الخلايا الغديه اللي بتصنع الهرمونات. تمام زي الفل. ويا ولاد في الاسئله لما يقول لي الفص الامامي هو بيقصد الجزء الغدي، مش لازم يقول لك الاوسط، مش لازم يقول لك اوسط. طيب ركز. هرمونات الجزء العصبي يا ولاد يتم تصنيعها بواسطه الخلايا العصبيه المفرزه التي توجد في منطقه تحت المهاد الهايبوثالاموس، بينما يتم تخزينها وتحريرها في الدم بواسطه الفص الخلفي للنخاميه. في برضه تركيه يا دكتور. هنا يا جماعه الخير النهايه العصبيه اهي. ماشي يا ولاد؟ ركزوا معايا. ادي حضرتك ده يا جماعه الفص الخلفي، سوري مش النهايه العصبيه. هنا يا ولاد محاور الخلايا العصبيه المفرزه بتنتهي يا دكتور بالنهايات بتاعتها كده اهو في قلب الفص الخلفي. قال لك يا دكتوره ركز بقى، اللي بيحرر على الدم يا ولاد على طول هي النهايات العصبيه بتاعت الخلايا العصبيه المفرزه. ايه ده يا دكتور؟ يعني مش بتصب الهرمونات هنا والفص ده الخلفي يحرر؟ قال لك لا، اللي بيحرر هي النهايه العصبيه يا دكتوره بتاعت الخلايا العصبيه المفرزه. طب حضرتك احنا ليه بنقول ان الفص الخلفي ده مخزن ومحرر؟ عشان مخزن يا ولاد النهايات العصبيه عادي. نفس القصه بتاعت افراز الاسيتيلكولين يا اسماء. الهرمون هنا ADH او اكسيتوسين قاعد في قلب النهايه العصبيه. تمام؟ طيب زي الفل. حلو جدا جدا. ماشي. ركز بقى. جميع هرمونات الغده النخاميه يا ولاد هرمونات بروتينيه، اي مستقبلاتها
خارج الخلايا. تتكون من ارتباط عدة أحماض أمينية مع بعضها بروابط بيبتيدية. ممتاز جدا جدا. يلا يا ولاد نشوف الجزء الغدي للنخامية. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأزكى السلام. قال لك يا دكتور عبارة عن فص أمامي وفص أوسط، اسمه إيه؟ الجزء الغدي يا ولاد. طيب فكر يا دكتور، ركز بقى، قلناها يا جماعة من شوية. كيف يتصل الفص الأمامي من الغدة النخامية بالهايبوثالاموس؟ يا ولاد الهايبوثالاموس نفسها احنا عارفين يا جماعه انها متصله مباشره مع الفص الخلفي، صح ولا ايه؟ عشان يا جماعه الخلايا العصبيه المفرزه اللي بتكون هرمونات الفص الخلفي العصبيه. لكن يا جماعه الخير الفص الامامي، هل هناك علاقه يا ولاد بين الهايبوثالاموس والفص الامامي؟ هناك علاقه يا ولاد. هي معلومه اصلا مش عندنا، ولكن عشان لو شفتها ما تتفاجئش ان يا دكتور بيطلع من الهايبوثالاموس هرمون اسمه التي ار اتش، او يا جماعه صدقا مجموعه هرمونات، واخد بالك؟ تي ار اتش وحاجات تانية زيه كده، ماشي؟ بيشغلوا يا جماعه خلايا الفص الغدي او الفص الامامي، الجزء الغدي يعني الغده النخاميه. عندك؟ لا مش عندك، بس يا ولاد ده اتصال وظيفي ان يا جماعه اللي بيشغل حتى الجزء الغدي هو الهايبوثالاموس، بس اعرفها وانساها. تمام؟ طيب بسم الله. هرمونات يا ولاد الجزء الغدي جي اتش بتاع ايه؟ قلنا يا جماعه فوق تنظيم عمليات الايض يا دكتور، خاصه تصنيع البروتين. انهي خلايا بالتحديد؟ يا هو كل خلايا الجسم. انهي خلايا يا ولاد؟ العظام والعضلات. طيب لا تنسى حضرتك ان الجي اتش ده اسماء هرمون بيشتغل على كل خلايا الجسم. بس عندي يا جماعه تنبيه مهم قوي قوي قوي، وركز معايا الله يكرمك. قلنا يا ولاد ان الجي اتش ده بيأثر على كل خلايا الجسم، يعني يا ولاد هرمون غير متخصص. تمام؟ حلو قوي. ركز بقى. هل يا ولاد ينفع اقول ان الجي اتش ده يؤثر في عمل البنكرياس؟ احنا قلنا يا جماعه وهنقول تاني ان الغده النخاميه لا تتحكم في البنكرياس قولا واحدا. اللي بيطلع الانزيمات بتاعه البنكرياس سكرتين كوليسيستوكاينين من الامعاء. دي اول حاجه. نقطه. اللي بيطلع الانسولين والجلوكاجون مستوى الجلوكوز في الدم. نقطه. يبقى يا دكتور البنكرياس باكمله لا يقع تحت سيطره الغده النخاميه. بس يا دكتور طب ما هو الجي اتش ده بيأثر على كل خلايا الجسم من ضمنها البنكرياس. يبقى يا دكتور ما ينفعش اقول الجي اتش بيأثر على البنكرياس فالبنكرياس بيقع تحت سيطرة النخامية. ليه؟ الله ينور عليكي. عشان يا جماعة الخير الجي اتش ده لما ينزل على البنكرياس ينزل على الخصية، ينزل على المبيض، ينزل على الدرقية، بيأثر يا جماعة على نمو الخلايا، بيكبر خلايا جسمك يا دكتور بس مش اكتر، ما بيأثرش على الوظيفة. يا ولاد احنا بنقول ان الغدة كذا بتقع تحت سيطرة النخامية عشان النخامية بتأثر في وظيفتها. تي اس اتش مثلا بيشغل الدرقية، اي سي تي اتش بيشغل قشرة القذرية، بيأمرها انها تشتغل وتفرز هرمونات، بيشغل يعني يا دكتور بيحفز الوظيفة وليس النمو. تمام يا ولاد؟ طيب برولاكتين، والله يا دكتور تعال نخلص هرمونات الثدي مرة واحدة. حضرتك الثدي بتاع الأنثى وهي صغيره يا اولاد، اولا حضرتك اللي بيشتغل على الثدي عشان يعمل نمو الا وهو هرمون الاستروجين، بيطلع دكتوره من حواسل الجراف في المبيض، خلي بالك، مسؤول عن الصفات الجنسيه الثانويه الانثويه. طيب يا دكتور الذي يعمل على تطور الغدد الثدييه اثناء الحمل استعدادا للرضاعه اخوه البروجسترون، كده يا جماعه جاهز يتعبى لبن. تمام؟ مين حضرتك اللي يعمل على تكوين اللبن داخل الغدد الثدييه؟ البرولاكتين، ده يا دكتور بيكون اللبن داخل الغدد الثدييه. اتكون اهو، ترضع، قال لك لا لازم تولد الاول عشان يا جماعه يطلع عندها هرمون الاوكسيتوسين حبيب البيبي اللي بيولده يا جماعه ويزفلطه ويرضعه عشان يا جماعه يعمل على اندفاع اللبن من الغدد الثدييه بعد الولاده. دي يا دكتور هرمونات تؤثر على الثدي. وطبعا يا اولاد عندك مثلا بيأثر على الثدي جي اتش زي اي خلايا في الجسم، بيأثر على الثدي يا اولاد الانسولين زي اي خلايا في الجسم، بيأثر على الثدي يا جماعه الثيروكسين. يبقى يا دكتور دول هرمونات غير متخصصه بيأثروا على الجسم كله يا جماعه، غالبا عندكم على مستواكم، بس حضرتك اللي بيأثر على وظيفه الثدي البروجسترون مثلا والبرولاكتين والاوكسيتوسين. خلاص زي الفل. ارجع تاني، ده يا اولاد البرولاكتين خلاص خلصناه. تي اس اتش يا دكتور ده محفز لافراز الثيروكسين من الغده الدرقيه، خلي بالك تي اس اتش لا يحث الغده الدرقيه لافراز الكالسيتونين، لان يا جماعه الخير العامل الوحيد المؤثر على افراز الكالسيتونين والباراثرمون الكالسيوم في الدم. خلاص يبقى يا جماعه التي اس اتش ده بتاع الثيروكسين بس من الغده الدرقيه. طب والاي سي تي اتش؟ قال لك يا دكتور الاي سي تي اتش ده تنبيه قشره الغده القذريه لافراز الهرمونات بتاعتها المعدنيه والسكريه والجنسيه. تمام؟ ممتاز زي الفل. ده يا جماعه الاي سي تي اتش. خش حضرتك على الاف اس اتش والال اتش، مهم قوي قوي قوي. تعالى حضرتك كمان نخلص الهرمونات الجنسيه معاهم بالمره. يلا يا ولاد بسم الله. حبيب قلبي عشان تدرس هرمونات في الانثى لازم تعرف ان اهم غده في الانثى هي المبيض، ماشي؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور الانثى بتولد بالاف الحويصلات داخل المبيض التي تحتوي على خلايا يا اولاد او على بويضات غير ناضجه.
تحتوي على بويضات غير ناضجه بهذا الشكل يا شباب. طيب اول ما تبلغ يا دكتور هي مولوده كده ما عندهاش بويضه ناضجه، ما تقدرش تخلف. اول يا جماعه ما تبلغ بعد البلوغ بيطلع عندها هرمون يا اولاد الاف اس اتش بتاع الخصوبه، يعمل على نمو الحويصلات يا دكتور داخل المبيض وتكوين حويصله جراف المحتوي على البويضه. يبقى يا دكتور ده اسمه الهرمون المحوصل عشان يكون حويصله جراف. طيب قال لك جراف نفسها بتطلع الاستروجين في الدم، بتطلع الاستروجين في الدم. خلاص كده حلو. يبقى يا دكتور الاستروجين ده خارج منين؟ خارج من حويصل الجراف بفعل الاف اس اتش. يبقى يا دكتور لما يقول لك الاف اس اتش في الانثى يعمل على نمو الحويصلات في المبيض وتكوين حويصل الجراف وافراز الاستروجين. سهله وبسيطه، ما انا يا دكتور عارف القصه. طيب كونت حويصل الجراف، ماذا بعد؟ يجي لك يا دكتوره بعد الاف اس اتش هرمون ال اتش يا اولاد، الهرمون حضرتك المصفر، يعمل بوم يفرقع يا دكتور الحويصله عشان تخرج البويضه ويحول يا دكتور بقايا الحويصله لحاجه اسمها الجسم الاصفر. عشان كده يا دكاتره اسمه الهرمون المصفر. والجسم الاصفر يلا بيطلع هرمون البروجسترون اخو الاستروجين. يبقى يا دكتور ال اتش في الانثى يحفز تكوين الجسم الاصفر اللي هو البروجسترون. طيب يا دكتور بالمره نخلص الاستروجين والبروجسترون. قال لك يا دكتور الاستروجين خارج من حويصل الجراف بيعمل ايه يا اولاد؟ قال لك يا دكتور يعمل على ظهور الصفات الجنسيه الانثويه عند الانثى. زي ايه مثلا؟ زي نمو الغدد الثدييه، تطور الغدد الثدييه، انماء بطانه الرحم. طيب البروجسترون بيعمل ايه يا اولاد؟ قال لك يا دكتوره البروجسترون في يا جماعه كلمه جست يعني يا جماعه حمل، جستيشن يعني حمل يا اولاد. فيا جماعه بروجسترون ده هرمون الحمل الذي يعمل على تثبيت الجنين اثناء الحمل، زياده سمك بطانه الرحم. يبقى يا اولاد اللي بيعمل انماء يبدا يكبر بطانه الرحم هو الاستروجين، اللي بيزود سمكها عشان يغرس فيها البيبي ويثبته البروجسترون. خلاص زي الفل. طيب ركز معايا. يبقى يا دكتور ده كده استروجين بروجسترون. الانثى يا دكتور عندها هرمونات جنسيه ثانيه مين يا اولاد؟ الريلاكسين. خلي بالك احنا قلنا يا جماعه ان البروجسترون بيخرج من الجسم الاصفر، في تاني قال لك البروجسترون يا اولاد هرمون يخرج من مصدرين في جسم الانثى، الجسم الاصفر في المبيض والمشيمه في الرحم. امتى المشيمه دي؟ اثناء الحمل. لكن البنت اللي ما اتجوزتش وما خلفتش الجسم الاصفر في المبيض بس. خلاص. طيب الريلاكسين يا اولاد ده يا جماعه استثناء، ده هرمون يا اولاد بروتيني. ايه ده يا دكتور هرمون جنسي بروتيني؟ هرمون بروتيني حتى اسمه ريلاكسين، ما فيهوش استرويدات. خلاص حلو. بيطلع منين؟ من 3 مصادر، الاثنين بتوع البروجسترون وزود عليهم بطانه الرحم. يبقى يا دكتور الريلاكسين ده هرمون يفرز من 3 مصادر مهم جدا جدا جدا. من هم ال3 مصادر يا اولاد؟ الجسم الاصفر في المبيض، المشيمه في الرحم، بطانه الرحم. ده يا جماعه هرمون الريلاكسين. ممتاز كده يا دكتور، خلصنا الهرمونات الجنسيه في الانثى زي الفل. طيب خش حضرتك على الذكر. والله يا دكتوره زي ما خدت المبيض خد برضو الخصيه. قال لك الخصيه بقى سهله جدا جدا جدا، جواها يا جماعه حاجتين، انيبيبات منويه بهذا الشكل وخلايا بيانيه، كل حاجه فيهم بيشغلها هرمون وخلصنا على كده. قال لك يا دكتوره الاف اس اتش يعمل على تكوين او يساعد يا جماعه في تكوين الانيبيبات المنويه ونضجها وافرازها للحيوانات المنويه. بس كده بس كده. طيب اما يا جماعه الخير ال اتش يا اولاد يعمل على تكوين الخلايا البيانيه وافرازها لهرمون التستوستيرون والاندروستيرون. تمام حلو قوي. سؤال يا اولاد، صح ولا غلط يا اسماء؟ هل هرمون الاف اس اتش والال اتش في الذكر يكمل كل منهما عمل الاخر؟ بس فكري. هي قالت لا. طب هل هرمون الاف اس اتش والال اتش في الانثى يكمل كل منهما عمل الاخر؟ ليه بقى يا دكتور؟ لان حضرتك هنا الاف اس اتش شغال على الانيبيبات، ال اتش شغال على الخلايا البيانيه. ده حماده وده حماده تاني خالص يا اولاد. لكن حضرتك في الانثى اللي بيكبر حويصل الجراف هو الاف اس اتش، وال اتش يا دكاتره بيجي يشتغل على حويصل الجراف. يبقى يا جماعه ال اتش لازم يسبقه او يسبق عمله الاف اس اتش. يبقى يا اولاد اف اس اتش وال اتش مكملان لعمل بعضهما البعض في الانثى وليس في الذكر. خلي بالك من دي. طيب بسم الله. دكتور التستوستيرون ده بيعمل ايه؟ قال لك يا دكتوره زي ما كان الاستروجين يا اولاد بيظهر الصفات الجنسيه الانثويه عند الانثى، كذلك يا جماعه التستوستيرون بيظهر الصفات الجنسيه الذكريه عند الذكر، زي ضخامة الصوت، ضخامة العضلات، وظهور شعر الشارب واللحية، وأي صفة ذكرية يا ولاد بتميز الذكر عن الأنثى. عارف حتى يجي لك سؤال يقول لك هي ليه الفرخة اللي بتبيض ما عندهاش عرف؟ حتى اسمه عرف الإيه؟ عرف الديك. الديك يا جماعة هو الذكر، الفرخة هي الفرخة الأنثى، واخد بالك؟ فالذكر عنده تستوستيرون لكن الانثى ما عندهاش تستوستيرون. فيا جماعه ده صفه العرف الديك يا ولاد، صفه ذكريه انثويه ازاي؟ ثانويه عند الديك، خلاص بفعل الهرمون الذكوري. ماشي يا ولاد؟ طيب قال لك يا دكتوره كمان مع الصفات الذكريه
الثانويه. التستوستيرون يا ولاد بيعمل على نمو حاجه اسمها الحوصلتان المنويتان والبروستاتا، مؤجل فهمهم ومكانهم للتكاثر ان شاء الله. كده يا ولاد خلصنا الاف اس اتش والال اتش، ومعاهم بالمره الهرمونات الجنسيه الخصيه والمبيض عند الذكر والانثى. تمام، ممتاز جدا. طيب خش يا دكتور على الفص الخلفي او الجزء العصبي الغده النخاميه. قال لك يا دكتور والله عندك اول حاجه الاي دي اتش يا ولاد، اللي اسمه الثاني حضرتك الفي اتش او الفازوبريسين. قال لك اي دي اتش بيشتغل على نفرونات الكليه، يقول لها يا جماعه يا روحي، تقول له نعم يا روحي، يقول لها رجعي لنا ميه الدم عشان الواد ده ميه دمه قلت، يعني اسموزيه دمه اسماء عليت. مين اللي حس بالاسموزيه؟ الغده النخاميه، صح ولا ايه؟ حلو جدا. طيب يبقى يا دكتور يعمل على اعاده امتصاص الماء من نفرونات الكليه. يبقى يا ولد الاي دي اتش ده بيعمل ايه في حجم الدم؟ بيزوده، فالعلاقه طرديه. اي دي اتش بيعمل ايه في حجم البول؟ بيقلله، فالعلاقه عكسيه. اي دي اتش يا دكتور بيعمل ايه في اسموزيه البول؟ تقول لي حضرتك البول اي دي اتش بياخد منه الميه، يبقى بيقلل الميه في البول، فبيزود يا ولاد اسموزيه البول. خلاص زي الفل. طيب خش حضرتك على الفي اتش او الفازوبريسين، بيعمل ايه؟ قال لك يا دكتوره ده بيقبض عضلات ملساء اولاد في الاوعيه الدمويه عشان يعلي ضغط الدم. يبقى دكاتره الفي اتش او الاي دي اتش هو نفس الهرمون يا اولاد. يقول لك صح ولا غلط؟ يمكن ان يؤثر هرمون واحد على نسيجين مختلفين. صح، الاي دي اتش يمكن ان يؤثر هرمون واحد على نسيجين مختلفين. اي دي اتش تاثيرين مختلفين، هنا اعاده امتصاص لكن هنا انقباض عضلات ملساء. ماشي يا ولاد؟ طيب يمكن ان يؤثر هرمون واحد على عده انسجه نفس التاثير، صح ولا غلط؟ زي الجي اتش مثلا، زي الانسولين، زي الثيروكسين، صح كده؟ طيب زي الفل. خش يا دكتور على الاو اتش او الاكسيتوسين. قال لك يا دكتوره ده هرمون لا يعمل، اكتب عندك، الا على عضلات ملساء. يعني يا دكتور ما يشتغلش الا على عضله ملساء، سواء في الرحم عشان يعمل المخاض، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. فيا دكتور ده اللي بيخرج أولاد الجنين من الرحم، مخاض، انقباض عضلات الرحم، طلق الولادة. يقول لك يا دكتور قول لي الهرمون اللي يمكن علاج أنثى عندها تعثر في الولادة بيه، مين هو يا أولاد؟ الأكسيتوسين. ده يا أولاد هرمون الطلق بيسموه كده. طيب كمان يا شباب يعمل على اندفاع اللبن من الغدد الثدييه بعد الولاده، قلنا مع هرمونات الثدي. يبقى يا دكتور اللي بيزق اللبن بعد الولاده الاو اتش. خلاص. طيب هرمون لا يعمل على اي انسجه غديه، مين هو؟ ما بيشتغلش على غدد خالص. صح، اي دي اتش. ليه يا دكتور؟ بيشتغل على الكليه. الكليه غده؟ لا مش غده. بيشتغل على الوعاء الدموي. غده؟ لا مش غده. طب يا دكتور يبقى يا جماعه الاي دي اتش صح. لا يعمل، اكتب عندك هرمون، اكتبي اسماء، هرمون لا يعمل على اي نسيج غدي. طيب جماعه الاو اتش ده الاكسيتوسين يا اولاد بيشتغل على انسجه غديه؟ مين؟ طبعا بيشتغل على غده قنويه، الثدي يا اولاد. يبقى يا دكتور هرمون نخامي بيشتغل على غده قنويه. طبعا الاو اتش بيشتغل على الثدي. دي يا اولاد حاجات مهمه جدا 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 جدا. طيب خش يا دكتور بقى على الجي اتش. قال لك والله يا دكتور حضرتك الجي اتش ده قلنا يا جماعه مسؤول عن ايض البروتين، بيكبرك، بيشتغل خصوصا على العضلات والعظام. طيب يا اولاد امراض الجي اتش. قال لك يا دكتور حضرتك عشان تدرس اي مرض لازم تسال سؤالين. والله يا دكتور اول سؤال هو الهرمون ده زاد ولا قل؟ السؤال الثاني هو الهرمون ده زاد ولا قل في الاطفال ولا في الكبار؟ ركز. تعالى يا دكتور ناخد امراض الجي اتش في الاطفال. قال لك يا دكتور في الاطفال الهرمون زاد قوي فيخلي يا دكتور الطفل عملاق قوي، فيا جماعه المرض ده اسمه جايجانتيزم، عملاقه. الجي اتش يا اولاد لو قل في الاطفال قوي يخلي الطفل قزم قوي، يعمل يا دكتور القزامه، دورفيزم. وركز معايا يا اولاد الشخص القزم ده شخص عاقل، اطرافه يا جماعه متناسقه، هو مشكلته ان هو قصير بس مش اكتر من كده. خلاص. طيب بص على البالغين. والله يا دكتور لو كبرت وبلغت والجي اتش قل عادي مش هيحصل حاجه، لكن يا دكتوره لو الجي اتش زاد يحصل يا جماعه مرض اسمه الاكروميجالي. يا ولاد اكرو يعني اطراف، ميجا يعني كبير. اكروميجالي يا ولاد هو مرض الاطراف البعيده. قال لك يا دكتوره نمو وتضخم العظام البعيده يا ولاد مثل اليدين والقدمين والاصابع والوجه والفكين. ويا دكاتره العظام الطويله لا تتاثر. يبقى يا ولاد اللي بيكبر ايده اليدين يا ولاد ال 27 عظمه دول، ماشي؟ يعني حضرتك الدبله تصغر عليه
واللي بيكبر كمان رجله، يعني يا جماعه الكوتش يصغر عليه ومقاس رجله يكبر، وكمان يا اولاد الوجه بتاعه والفكين يكبروا، فتلاقي اسنانه فرقت عن بعضها. خلاص، يبقى يا دكتور لا يؤثر على طول الشخص. تمام، ده يا جماعه شكل الاكروميجالي. ماشي يا دكتور، اعالج ازاي امراض الجي اتش؟ قال لك في الاطفال لو لقيت الجي اتش ناقص اديله جي اتش، سهل عشان ما يبقاش قزم. طيب زايد، دور على السبب. اخاف من ايه يا اسماء؟ لو السبب من ورم في الغده النخاميه اخاف احلل واشوف المشكله فين. ماشي، طيب شيل الورم بقى، استئصال الكلام ده. طيب في البالغين يا ولاد، لو كان زايد في البالغين نفس الازمه برضو، اخاف احسن يكون هناك ورم في الغده النخاميه مطلع جي اتش كتير، يبقى يا دكتور دور على الورم وحاول تستأصله. ماشي تمام، ده يا شباب بالنسبه لي امراض الجي اتش. طيب بص على ملحوظات، يقول لك ايه؟ اذا اصيب شخص بورم في الغده النخاميه فهناك حالتان. ممكن يا جماعه تكون خلايا السرطان منتجه، يعني فانكشننج، بتطلع دكتور الهرمون، ساعتها تلاقي الهرمون زايد زي الجي اتش مثلا يا ولاد. او السرطان يا جماعه لا قدر الله يدمر الغده، يخليها ما تطلعش الهرمون خالص، واخد بالك اهو، غير منتجه، ساعتها تلاقي الهرمون ناقص. تمام. طيب لكل هرمون مستقبلاته الخاصه على الانسجه المستهدفه. تمام، سهل، والتي تحدد شكل الاستجابه التي يقوم بها الهرمون على هذا النسيج. يعني يا دكتور المستقبل ده هو اللي بيحدد لك شغل الهرمون، هيجي يمسك فيه وبعدين يعمل كذا وكذا وكذا. تمام. طيب طبعا كذا وكذا دي مش عندك، اللي هو يا جماعه ازاي الهرمون نفسه بيستقبل ويشتغل على الغشاء البلازمي يعني مش عندك القصص دي. طيب ليست كل الهرمونات متخصصه طبعا، فقد يؤثر الهرمون واحد على اكثر من نسيج لوجود مستقبلات على اكثر من نسيج. زي مين؟ زي الاي دي اتش يا ولاد، بيأثر على الكليه والاوعيه الدمويه، عضلات الملساء. زي الاو اتش بيؤثر على عضلات الرحم والغدد الثدييه. طيب زي الجي اتش بيأثر على كل خلايا الجسم، زي الانسولين، زي الثيروكسين. طيب الهرمونات البروتينيه تذوب في الماء، اما الاستيرويدات لا تذوب، سهله قلناها قبل كده. اذا تم حقن امراه حامل يا ولاد بخلاصه الفص الخلفي للنخاميه، اقف جماعه، لما اجيب الفص الخلفي ده واعصره هينزل لي مين؟ او اتش و اي دي اتش. طيب في شهرها الخامس يحصل لها يا اسماء اجهاض، تسقط، ما انت هتشغل لها المخاض وهي في الخامس، اجهاض يا ولاد. طيب اذا ازيل الفص الخلفي من النخاميه في الشهر الخامس الحمل ينزل، تسقط؟ لا يا دكتور ما تسقطش، بس يا جماعه عند الولاده تصاب بتعثر في الولاده. تمام زي الفل. طيب هرمون الاي دي اتش يا ولاد، قال لك يا دكتوره هرمون موسمي. ده يا ولاد هرمون بيزيد في الصيف، لانك في الصيف بتعرق كتير، بتفقد ميه كتير، الجفاف اكتر، فيزيد الاي دي اتش عشان يقلل كميه البول. تمام. يتاثر بفصول السنه حيث يزيد في فصل الصيف ويقل في الشتاء، سهله. ويعرف ايضا يا ولاد بالهرمون القابض للاوعيه الدمويه، فازوبريسين، يقلل نسبة الملح إلى الماء نسبيا. يعني يا جماعة لما يرجع المية للدم بيقلل الاسموزية. ليه؟ هل لعب في الملح؟ لا، هو زود المية فكمية الملح ثابتة بس نسبتها بالنسبة للمية قلت. فاهم حاجة؟ طيب يقلل كمية الماء في البول، يعني حضرتك بيخلي البول مركز، بيرفع يا جماعة اسموزية البول. تمام؟ حلو. فيا دكتور الاي دي اتش مع الملح في الدم علاقة عكسية، لانه بيرجع الميه يا ولاد فتركيز الملح بيقل، يعني حضرتك اسموزيه الدم بتقل. طيب اي دي اتش يا دكتور مع كميه الماء في الدم اكيد بتزيد، بيرجعها للدم. اي دي اتش حضرتك مع كميه الماء في البول او اسموزيه الدم بتقل يا دكتور. ما حضرتك كميه الماء في البول لما الاي دي اتش يزيد الكميه بتقل، خلاص. والبول نفسه يا جماعه بقى مركز، فاسموزيه البول تعلى، لكن اسموزيه الدم اللي راح له الميه تقل. طيب اي دي اتش يا جماعه مع الملح في البول نسبيا الى الماء، والله يا دكتور اي دي اتش ده بياخد الميه من الكليه ويديها على الدم فبيقلل الميه في البول، يبقى يا جماعه الملح في البول تركيزه بيعلى، يعني اسموزيه البول يا ولاد بتعلى، علاقه طرديه. خلاص. طيب زي الفل. مرض البول السكري الكاذب، ده يا ولاد مرض ناتج عن نقص الاي دي اتش. واحده مثلا يا شباب كانت بتولد، نزفت، جالها او اصيبت بمتلازمه شيهان سندروم، اي تلف كل خلايا الغده النخاميه، تلفت. من ضمن الخلايا يا جماعه اللي تلفت اللي كانت بتطلع الاي دي اتش مثلا، خلاص اي دي اتش قل يا شباب، خلاص ما بقاش يطلع لاي سبب من الاسباب، وبالتالي مفيش اعاده امتصاص في الكليه خالص، فكل ما يفلتر في الكليه يخرج في البول. فالميه يا جماعه تنزل في البول كتير 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 كتير، تعدد تبول، وعشان عملت حمام بول كتير تعدد عطش، واخد بالك. طب ازاي تفرق بين البول السكري الكاذب والعادي؟ حلل الجلوكوز في الدم، حلل سكر في الدم، لقيت يا دكتور جلوكوز الدم عالي، خلصانه، هذا مريض بول سكري. لقيت الجلوكوز في الدم كويس، بول سكري كاذب. ماشي يا ولاد، ده يا جماعه البول السكري زي الفل.
طيب كده حضرتك بفضل الله خلصنا الغده النخاميه. يلا يا ولاد بسم الله نخش على الغده الدرقيه، تاني اهم غده في المنهج بتاعنا، غده النشاط، عشان يا دكتور بتطلع هرمون النشاط اللي هو جماعه الثيروكسين. ركز معايا. قال لك موقعها توجد يا دكتور في الجزء الامامي من الرقبه، ملاصقه للقصبه الهوائيه. اهي يا شباب، لو انت باصص من قدام هتشوف القصبه مستخبيه والبرزخ مغطي عليها. لو باصص من ورا هتشوف يا دكتور، ركز كده، القصبه بحالها. كمان هتلحظ في الرسمه الغدد جرى الدرقيه. ده يا جماعه منظر خلفي، لكن المنظر الامامي تمام ده اهو امامي، ماشي زي الفل. طيب الوصف غده، ركز بقى، حويصليه، خط يا دكتور تحتها، يعني حضرتك مليانه من جوه حويصلات. ويا جماعه الغده الدرقيه هي غده صماء، وصماء يا اولاد دائمه، يعني يا دكتور بتطلع ثيروكسين على طول حياتي. يبقى يا دكتور خلايا حويصليه صماء في الغده الدرقيه. لكن يا دكتوره خلايا حويصليه قنويه دي حضرتك في البنكرياس، قنيات العصاره البنكرياسيه. ركز كويس جدا جدا، سؤال مهم قوي يا ولاد والله. خلايا حويصليه قنويه بنكرياس، قنيات العصاره البنكرياسيه. خلايا حويصليه صماء الغده الدرقيه. طيب ركز بقى، غده حويصليه يا ولاد تميل للون الاحمر. ليه احمر؟ عشان مليانه ايه؟ شعيرات دمويه، لانها يا جماعه غده صماء، واخد بالك، محاطه بغشاء من نسيج ضام زي الفل. طب التركيب قال لك يا دكتور عباره عن فصين يا ولاد بينهما برزخ. فرق بين البرزخ والبربخ. البربخ يا دكتور ده اللي موجود يا ولاد ورا الخصيه، بياخد منها الحيوان المنوي. اما البرزخ ده يا دكتور اللي بيفصل بين فصي الغده الدرقيه. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. طيب ركز. تفرز هرمونين، ثيروكسين وكالسيتونين. عندي سؤال مهم قوي بمليون جنيه يا ولاد، مين المؤثر بتاع افراز الثيروكسين؟ مين يا اسماء؟ الثيروكسين بقول لك الدرقيه تي اس اتش. يبقى يا دكتور ده مؤثر هرموني. مين يا دكتور المؤثر بتاع افراز الكالسيتونين؟ الكالسيوم في الدم. يبقى يا دكتور تركيز ماده في الدم. يبقى يا جماعه الخير، الغده الدرقيه تفرز هرموناتها عن طريق مؤثرين. مين هم المؤثرين دول؟ هرموني تي اس اتش، وتركيز ماده في الدم اللي هي الكالسيوم. خلاص. طيب فسر. سكان الشواطئ اكثر نشاطا من سكان الصحراء. ليه؟ لان يا دكتور في الشواطئ عندهم يود كتير في الماء والهواء والغذاء، واليود يا اولاد بيخش في تركيب هرمون الثيروكسين، فعندهم الثيروكسين كتير فنشاطين يا اولاد. طيب امال اللي في الصحاري لا، ما عندهمش يا جماعه يود كتير زي بتوع الساحل. بس يا جماعه حلينا المشكله دي مؤخرا بان احنا نضيف اليود ده على الملح، بونو، ملح معالج باليود. خلاص حلو قوي الكلام ده زي الفل. طيب ركز بقى اهو، بقول لك يا دكتور الثيروكسين التنبيه بتاعه يا جماعه تنبيه هرموني التي اس اتش من الغده النخاميه. خلاص. طيب اما دكتور التنبيه بتاع الكالسيتونين لا تتحكم الغده النخاميه في افرازه يا جماعه، ويعتمد على تركيز او مستوى الكالسيوم في الدم. طيب التركيب الكيميائي قال لك يا دكتوره الثيروكسين ده مشتق من احماض امينيه يا ولاد اسمه التيروسين وعنصر اليود. اما الكالسيتونين ده يا دكتور بروتين عادي جدا جدا جدا، حبه احماض امينيه. طب الوظيفه يا دكتور الثيروكسين نمو امتصاص ايض سلامه، لازم تحفظها. يلا، نمو امتصاص ايض سلام. نمو مين؟ القوى العقليه والبدنيه. امتصاص مين؟ السكر الاحادي من القناه الهضميه. ايض مين؟ الايض الاساسي في جسم الانسان. سلامه مين؟ الجلد والشعر. سهله وبسيطه. طيب امال الكالسيتونين قال لك يا دكتوره ده يعمل على تقليل نسبه الكالسيوم في الدم، لان حضرتك الكالسيتونين ده حبيب العظام. ده يا دكتور اللي بياخد الكالسيوم من الدم يوديه العظم، وده يا جماعه هدفه الاساسي يزود الكالسيوم في العظام ويقلله في الدم باي طريقه. يعني يا دكتور الكالسيتونين بيعمل ايه في اعاده امتصاص الكالسيوم من الكلى للدم؟ بيقللها، واخد بالك، هو هدفه كده، بيكره الدم، عدو الدم. طيب الكالسيتونين لو زاد يا اولاد يعمل ايه في امتصاص الكالسيوم من الامعاء للدم؟ يقلله، صح كده؟ حلو. عكس يا اولاد الباراسيرمون. الباراسيرمون يا دكتور بيزود الكالسيوم في الدم بكل الطرق المتاحه، يسحب الكالسيوم من العظام للدم، يزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء للدم بعد ما تاكل كالسيوم او تاخد اكل فيه كالسيوم او غذاء فيه كالسيوم، يزود اعاده امتصاص الكالسيوم من الكلى للدم، واخد بالك. ده مين ده؟ ده يا دكتور الباراثيرمون. لكن حضرتك الكالسيتونين ده بيقلل يا اولاد نسبه الكالسيوم في الدم زي الفل. طيب ركز يا حاج بسم الله.
يحفز يا ولاد الثيروكسين اكسده الجلوكوز داخل الخلايا. خدنا يا جماعه الكلام ده فوق مع الايض، واخد بالك؟ يبقى دكتور بيزود الايض الاساسي في جسم الانسان، يعني حضرتك بيزود استهلاك الاكسجين، يعني دكتور بيزود انتاج الاي تي بي، بيزود حراره الجسم يا ولاد. ده مهم جدا جدا جدا. خلاص طيب ركز بقى. اذا زاد الثيروكسين يا ولاد يعمل حاجه اسمها تضخم جحوظي. له سببين، اما الدرقيه نفسها اتجننت وساعتها هتلاقي النخاميه عاقله، يعني الثيروكسين زاد من تحت بس التي اس اتش من فوق قل. يبقى يا دكتور ممكن الاقي تي اس اتش قليل مع جويتر جحوظي؟ عادي لما تكون المشكله في الغده الدرقيه. طب افرض يا دكتور الجنان جاي من فوق، هتلاقي التي اس اتش عالي والثيروكسين عالي. يبقى يا جماعه السهمين اللي فوق يا اولاد تي اس اتش عالي والثيروكسين هو كمان عالي، يبقى يا دكتور المشكله بادئه فوق. طيب لو التي اس اتش يا دكتور قليل والثيروكسين قليل، المشكله برضو بادئه فوق. يبقى يا جماعه لو السهمين زي بعض في الجدول اللي عندي، المشكله في النخاميه. طب لقيت هرمون عالي وهرمون قليل، المشكله تحت والنخاميه بتحاول تصلح. تمام؟ طيب هنشوف ان شاء الله اسئله مع بعض في الملزمه. طيب اذا قل الثيروكسين يا جماعه، طيب اذا قل يا دكتور الثيروكسين، ده الميكسوديم، يعني يا جماعه الثيروكسين قليل في الحالتين. طيب ماذا لو كانت المشكله يا جماعه كسل في الغده الدرقيه؟ هلاقي النخاميه مزوده التي اس اتش، يبقى يا دكتور هلاقي التي اس اتش زياده والدرقيه هي اللي كسلانه، الثيروكسين قليل. طيب لو كانت يا جماعه النخاميه اللي مكسله بقى، هتلاقي التي اس اتش قليل والثيروكسين كمان قليل. ماشي؟ طيب لاحظ لو شبه بعض يا جماعه السهمين اللي فوق السهمين اللي تحت، يبقى دكتور خلل في النخاميه. لو عكس بعض يا اولاد واحد فوق واحد تحت، يبقى دكتور المشكله في الغده الدرقيه. لا تنسى يا صديقي الجميل، صاحب الهمه لا يتوقف حتى يتم المهمه. اوعى تقف، اوعى تضيع وقتك، انت عارف انت رايح فين، طريقك ما تسيبوش. ما زرع الله في قلبك رغبه في الوصول لامر معين إلا لأنه يعلم أنك ستصل إليه. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما زرعش في قلبك مثلا حب كلية الطب إلا وسبحانه وتعالى عارف إنك أنت تقدر توصل لها. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت مهيأ لما خلقت له، أنت قادر تتعامل مع الظروف اللي أنت اتخلقت فيها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي أنت فيه دلوقتي يا صديقي الجميل ده وسعك، ده طاقتك، ده احتمالك، انت تقدر تعمل ده ان شاء الله باذن الله. فصاحب الهمه لا يتوقف حتى يتم المهمه. ماشي يا ولاد؟ طيب امراض الجي اتش مهمه جدا 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 يا ولاد. معلومه، ثيروكسين يا اسماء قل، ثيروكسين زاد، ده اسمه الجويتر او التضخم. لو كان يا ولاد الثيروكسين قليل بقى اسمه تضخم بسيط، لو كان زايد بقى اسمه تضخم جحوظي بس. يبقى يا دكتور في الحالتين تضخم. ماشي؟ حلو. ركز بقى. قال لك يا دكتوره الجويتر البسيط، يعني يا دكتور نقص هرمون الثيروكسين. تمام؟ حلو قوي الكلام ده. يبقى يا دكتور السبب نقص افراز هرمون الثيروكسين نتيجه نقص اليود في الغذاء والماء والهواء. خلاص؟ حلو قوي. طيب العلاج اضافه اليود الى الغذاء او الملح يا اولاد والاغذيه المختلفه. ماشي. ارجع قسمها. لو نقص في الاطفال يا ولاد يعمل لي حاجه اسمها القماءه. الايه؟ القماءه. لو نقص يا جماعه في الكبار يعمل لي حاجه اسمها الميكسوديما. طيب جماعه القماءه غير القزامه. القماءه يا ولاد نقص الثيروكسين في الاطفال، القزامه نقص الجي اتش في الاطفال. طيب الاعراض، يلا يا جماعه الخير. قال لك يا دكتور والله الاعراض خلل في النمو، لان حضرتك الثيروكسين ده كان مسؤول عن نمو وتطور القوى العقليه والبدنيه. طيب البدنيه دي عامله ازاي عنده؟ قال لك يا دكتوره جسمه قصير، رقبته قصيره، راسه كبيره. يبقى يا جماعه مفيش تناسق حتى وهو قصير. لكن لو حضرتك فاكر اني قلت لك القزم يا جماعه كان في تناسق بين ابعاد جسمه، واخد بالك؟ يعني هو شخص قصير بس شكله مظبوط، لكن يا جماعه ده لا. ماشي. تاخر النضج الجنسي، اوحش حاجه تخلف عقلي. خلاص؟ لو اكتشفته بدري بعينه الكعب او حقنه الكعب، هي عينه مش حقنه يعني، تحليل يا رب بنحلل فيه ثيروكسين، لو اكتشفته بدري اديله ثيروكسين. خلاص؟ طيب الانثى اللي عندها ميكسوديم ولاد، ركز يا حاج، عندها اولاد نقص في الثيروكسين. بص بقى افتكر يا اسماء، الانثى اللي عندها ميكسوديما كل حاجه عندها قليله
الا الوزن. كل قليل كل قليل، ولا استثني احدا. كل قليل الا الوزن. كل قليل الا الوزن. ركز. يبقى يا دكتور اخبار الايض عندها ايه؟ قليل. الحرق عندها ايه؟ قليل. الاكسده عندها ايه؟ قليله طبعا. يبقى يا دكتور الحراره عندها ايه؟ قليله. يبقى يا دكتور لا تتحمل درجات الحراره المنخفضه، جسمها اصلا ساقع. واخد بالك؟ طيب ركز معايا. هبوط مستوى التمثيل الغذائي، عدم تحمل البروده، عشان يا دكتور الحرق قليل اصلا. ما انا لسه قايل لك فوق يا دكتور ان الثيروكسين ده لما يزود الحرق والاكسده بيزود يا جماعه انتاج الطاقه والحراره. واخد بالك؟ زياده في وزن الجسم طبعا، دي يا دكتور الحاجه الوحيده اللي بتزيد. ركز بقى. اخبار ضغط الدم ايه؟ قليل. ضربات القلب ايه؟ قليله. يبقى يا دكتور انا كده اخدت حالا يا اولاد ان الثيروكسين بيزود ضربات القلب لما يزيد. بيشترك معايا دكاتره في هذه الوظيفه زياده ضربات القلب هرمون الادرينالين. اوعى تنساها. يبقى يا جماعه اللي بيزودوا ضربات القلب الثيروكسين والادرينالين. طيب قول لي حضرتك كده اللي بيزودوا ضغط الدم. معاك الادرينالين، الاي دي اتش طبعا مهم جدا جدا جدا، الفي اتش. خلاص يبقى يا دكتور دول بتوع ضغط الدم. بتوع ضربات القلب يا اولاد الثيروكسين والادرينالين. ممتاز. طيب خش يا دكتور على امراض زياده الثيروكسين في الكبار. قال لك يا دكتوره اسمه الجويتر الجحوظي. جماعه اسمه جاي من وصف المريض، ربنا يا رب يشفي كل مريض يا اولاد. جماعه الجويتر الجحوظي جحوظ العينين يا اولاد، تضخم الغده الدرقيه لزياده افراز الثيروكسين. خلاص سواء يا جماعه كان المشكله تحت في الغده الدرقيه كان ورم مثلا فيها ادى الى زياده افراز الثيروكسين، او المشكله فوق من نخاميه هي اللي طلعت تي اس اتش كتير جنن الغده الدرقيه. يبقى اولاد اسباب الجويتر الجحوظي سببين بالنسبه لي. اولا واحد ورم في الدرقيه، ساعتها يا دكتور هتلاقي الثيروكسين عالي لكن التي اس اتش بالتغذيه الرجعه السلبيه يا جماعه قليل طبعا. او ورم بس يا دكتور في النخاميه، ساعتها يا دكتور هتلاقي التي اس اتش عالي صح اسماء والثيروكسين عالي، الاثنين عاليين. لسه قال لحضرتك الاثنين عاليين او الاثنين واطيين. المشكله فوق يا اولاد. طيب مشكله تحت حد عالي وحد واطي. ركز معايا. بسم الله. الافراط في افراز الثيروكسين. اعكس الميكسوديما. هنا يا دكتور كل حاجه قليله الا الوزن. هنا يا جماعه كل حاجه زياده الا الوزن. تعال نشوف. الايض عمل ايه؟ عالي. الاكسده عاليه. الحرق عالي. الوزن قليل. الطاقه عاليه. الحراره عاليه. لا تتحمل الصيف، تكره فصل الصيف، لا تتحمل الحراره المرتفعه يا اولاد. يبقى يا دكتور زياده في اكسده الغذاء لدرجه عدم تحمل الفرد الحراره المرتفعه، تضخم ملحوظ في الغده الدرقيه وجحوظ العينين وانتفاخ يا دكتور الجزء الامامي من الرقبه. طيب جحوظ العينين تهيج عصبي ليه؟ عشان الطاقه كتير يا دكتور، الاي تي بي كتير. واخد بالك؟ نقص في وزن الجسم يا اولاد وزياده ضربات القلب. تمام؟ ده يا جماعه بالنسبه لي الاعراض بتاع الجويتر الجحوظي. اعالجها ازاي؟ قال لك يا دكتوره لو كانت المشكله في الغده الدرقيه استأصل جزء من الغده الدرقيه. يبقى يا جماعه استئصال الجزء المتضخم من الغده الدرقيه واستخدام مركبات طبيه خاصه بيسموها يا جماعه انتي، يعني انتي ضد ثيروكسين او انتي ثيرويد دراجز. يعني يا دكتور مركبات ضد الثيروكسين بتبطل عمل الثيروكسين. ماشي يا اولاد؟ طيب اخر حاجه في الدرس الاول يا اولاد الغدد جارات الدرقيه. تقريبا ما خلصناها. اول حاجه يا اولاد هي اسمها جارات درقيه ليه؟ عشان هي جارة درقيه جنب الدرقيه كام واحده؟ 4. 1 2 3 4. ركز. على كل فص يا اولاد 2. في سؤال حلو قوي قوي جالنا قبل كده وانا صراحه من ساعتها معجب باللي حط السؤال. يعني ده يا جماعه موقع الغدد جارات الدرقيه. ماشي؟ بس في سؤال قبله برضو عايز اقول لك عليه يا ولاد. الغده الدرقيه عباره عن فصين بينهما برزخ، صح كده؟ ده الفص ايه وده الفص بي وده يا جماعه البرزخ سي. قول لي يا دكتور الحويصلات اللي فيها ثيروكسين في ايه ولا في بي ولا في سي؟ في الثلاثه. جماعه التقسيمه التشريحيه ليس لها علاقه بالتقسيمه الوظيفيه يا اولاد. الغده الدرقيه كلها على بعضها بتطلع هرمونات، الفصين والبرزخ كلهم بيطلعوا هرمونات. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال الثاني يا اولاد. السؤال الثاني. انثى مصابه بورم في الغده الدرقيه، ورم سرطاني خبيث. لجأ الطبيب الى استئصال الغده الدرقيه او احد اجزاء الغده الدرقيه. اي اجزاء الغده الدرقيه اذا تم استئصاله
لا يؤثر على الغدد الجرى الدرقية أو الباراثرمون، أو لا يسبب تشنجات عضلية مؤلمة. تقول لي يا دكتور استنى بس كده، يعني السؤال ده مركب قوي، أنا عارف بس استحملني معلش. يا ولاد، اللي بيعمل لي يا دكتور تشنجات عضلية مؤلمة في جسمي نقص الكالسيوم الناتج عن نقص هرمون الباراثرمون بتاع الغدد جرى الدرقية. خلاص؟ حلو جدا. ركز معايا بقى يا دكتور الله يكرمك. يا شباب، امتى اشيل جزء من الغدة الدرقية ما يأثرليش على مستوى الباراثرمون؟ لو شلت البرزخ، لان حضرتك الفصين كل فص وراه غدتين، فوانت بتشيل الفص ممكن سهل جدا تشيل الغدة الجرى الدرقية. لكن لو شلت البرزخ ما يأثرش يا دكتور على الباراثرمون. ماشي يا اولاد؟ طيب بسم الله. الغدة الجرى الدرقية، الموقع يا اولاد توجد 2 على كل جانب يا جماعه من الغدة الدرقية. طب والتركيب؟ قال لك يا دكتور عبارة عن 4 اجزاء منفصلة، 4 غدد يا اولاد. طيب تفرز هرمون الباراثرمون، مهم جدا جدا، وده يا جماعه هرمون بروتيني. انت حفظت الاستيرويدات خلاص، وعرفت ان اللي زي الاستيرويدات في مكان المستقبل الثيروكسين، الباقي كله بروتينات. تمام. الوظيفه قال لك يا دكتوره كنا دايما عكس بعض، مع مين؟ مع الكالسيتونين. قلنا يا جماعه حبيب العظام الكالسيتونين، حبيب الدم يا اولاد اهو حبيب الدم مين هو؟ الباراثرمون. بيعمل ايه؟ بيزود الكالسيوم في الدم باي طريقه ممكنه، بيزود الكالسيوم في الدم باي طريقه ممكنه. يعني بيعمل ايه يا دكتوره؟ اول حاجه يا اولاد يعمل على سحب الكالسيوم من الدم من العظام للدم. ايه ده يا دكتور؟ يعني لو زاد الباراثرمون يعمل لي هشاشه عظام؟ تمام. ايه كمان؟ قال لك يا دكتوره بيشتغل على الامعاء الدقيقه، يزود يا اولاد يزود امتصاص الكالسيوم من الامعاء الدقيقه. يشتغل يا دكتور على الكليه، يزود اعاده الامتصاص من الكليه للدم، عشان يزود الكالسيوم في الدم يا ولاد ب3 طرق. يزود سحب الكالسيوم من العظام للدم، يزود الامتصاص من الامعاء بعد الاكل او الغذاء، يزود اعاده الامتصاص من الكليه. تمام. يبقى يا دكتور ده بيشترك مع الكالسيتونين يا ولاد في الحفاظ على المعدل الطبيعي للكالسيوم في الدم. يعني خلي بالك يا جماعه، في الطبيعي في جسمنا الباراثرمون بيزود الكالسيوم في الدم بس مش اعلى من الطبيعي. يعني يا جماعه مش موضوع عنده عكس بعض والكلام ده، لا يا اولاد، هم شغالين عشان يظبطوا المستوى الطبيعي. واخد بالك؟ نفس الكلام برضو اسماء. الجلوكاجون بيطلع عندي وانا صايم عشان يرجع لي الجلوكوز للمستوى الطبيعي. خلاص. الانسولين بيطلع عشان يرجع لي الجلوكوز او للمستوى الطبيعي برضو. يعني الجلوكاجون بيرفعه لحد المستوى الطبيعي 100 مثلا، والانسولين بينزله لحد 100. هم شغالين على المستوى ده. كذلك الكالسيتونين باراثرمون، مفيش حد فيهم يا جماعه بيعمل عكس الطبيعي. طب يا دكتور معلش، امتى مثلا يحصل هشاشه عظام؟ لو حصل مرض يا اولاد. يعني مثلا زاد الباراثرمون لورا انفجارات درقيه، او قل الكالسيتونين لو شلت الدرقيه مثلا. يبقى يا جماعه عشان يحصل خلل لازم يحصل مرض. واخد بالك؟ طيب ركز بقى. تعتمد كميه الباراثرمون على نسبه الكالسيوم في الدم، حيث يزداد افراز الباراثرمون يا جماعه عند انخفاض نسبه الكالسيوم في الدم عشان يعليه يا اولاد، لكي يعمل على سحبه من العظام. تمام. الخلل في افراز الباراثرمون. طيب ماذا لو زاد الباراثرمون؟ تقول لي يا دكتور زياده الباراثرمون دي بتعمل ايه؟ يسحب الكالسيوم من العظام على الدم فيرجع الكالسيوم في الدم للمستوى الطبيعي، لكن يقلل مستوى الكالسيوم في العظام يعمل لي يا دكتور هشاشه عظام، اي تعرضها للانحناء والكسر بسهوله يا اولاد. طيب ماذا لو قل الباراثرمون؟ كارثه يا اولاد. ايه اللي حصل؟ تقول لي حضرتك يقل مستوى الكالسيوم في الدم، يدخل يا جماعه الفرد في تشنجات عضليه مؤلمه وسرعه الانفعال والغضب والثوره لاقل الاسباب. ده يا اولاد بالنسبه لي الغده الدرقيه والغده النخاميه. وكده دكاتره خدنا كمان الغدد الجنسيه يعني بالمره كده والقناه الهضميه، ففاضل لك البنكرياس والقذريه. نبدا دكاتره حلوين مع الغده الكظريه. بص يا حاج، قال لك الموقع غدتان تقع كل منهما فوق إحدى الكليتين. عندك كليتين فوقهم غدتين فوق كلويتين أو كظريتين. تمام. يبقى يا جماعة اسمهم غدتا فوق الكلية أو غدتا الانفعال، عشان يا جماعة دول اللي بيطلعوا الأدرينالين، الجهاز العصبي السمبثاوي، أو الكظريتين موجودين فوق الكليتين. تمام. طيب ركز بقى. قال لك يا دكتور لما تبص على التشريح بتاع الغدة الكظرية هتلاقيها عبارة عن قشرة ونخاع. ماشي. القشرة يا دكتور دي اللي بره زي قشرة التفاحة، قشرة البرتقال، تمثل الطبقات الخارجية من الغدة الكظرية. ممتاز. تتحكم الغدة النخامية في إفراز هرموناتها بواسطة ACTH. قلنا فوق يا أولاد وإحنا بنشرح الجزء الأول، هرموناتها تتكون من مواد دهنية يعني ستيرويدات.
الهرمونات المعدنيه والسكريه والجنسيه. طيب اما النخاع يمثل الطبقه الداخليه، يعني يا دكتور ده اللي جوه بقى النخاع يا اولاد، ماشي. يتحكم الجهاز العصبي السمبثاوي في افراز الهرمونات اللي هم الادرينالين نور ادرينالين، او الابنفرين نور ابنفرين، نفس الاسم، عن طريق الاسيتايل كولين. اقول لك يا دكتوره ماده كيميائيه بتتحكم في افراز النخاع، الاسيتايل كولين، ناقل عصبي يا اولاد. طيب هرموناته تتكون من احماض امينيه، يعني يا دكتور بروتينات. ممتاز. طيب فكر، ايهما اسرع في الاستجابه، القشره ام النخاع؟ تقول لي حضرتك اكيد النخاع، لان يا اولاد دايما التاثير العصبي زي ما قلنا فوق في المقدمه اسرع من التاثير الهرموني. طيب بسم الله، هرمونات القشره يا اولاد تك تك سهله وبسيطه. اول حاجه يا اولاد، اول طبقه في القشره بتطلع الهرمون المعدني اللي اسمه يا جماعه الخير الالدوستيرون. بيعمل ايه؟ قال لك يا دكتوره ده مسؤول عن ضبط المعادن في الدم، مسؤول يا ولاد عن ايض المعادن في الدم، يفرز من الطبقه الخارجيه بتاع القشره، له دور هام في الحفاظ على توازن المعادن في جسم الانسان، حيث انه يعمل على اعاده امتصاص الصوديوم يا شباب وطرد البوتاسيوم في البول. يبقى يا شباب بيرجع الصوديوم للدم ويرمي البوتاسيوم في البول. يبقى يا اولاد لما الالدوستيرون ده يزيد البوتاسيوم في البول يزيد، طب والصوديوم في الدم يزيد، طب البوتاسيوم في الدم يقل، صح كده؟ طيب فسر. يعمل هرمون الالدوستيرون على رفع ضغط الدم. تقول لي حضرتك لانه يعمل على زياده الصوديوم في الدم، فتزداد يا اولاد اسموزيه الدم، فيرتفع ضغط الدم، لان حضرتك لما تزود الاسموزيه هتحتاج تشرب ميه فتزود حجم الدم فتزود ضغط الدم. يبقى يا اولاد الالدوستيرون بيرفع ضغط الدم زي الاي دي اتش. طيب مجموعه الهرمونات السكريه ده يا اولاد الكورتيزون واخوه الكورتيكو، يعملان سويا على رفع مستوى سكر الدم. ويا جماعه في حاجه مهمه قوي قوي، دول يا اولاد عندهم المقدره انهم يحصلوا على الجلوكوز من مصادر غير كربوهيدراتيه. بمعنى قال لك يا دكتوره قادرين يحولوا البروتين والدهون لجلوكوز. مين ده؟ ده الكورتيزون. خلاص. طيب ركز بقى، يفرزان من الطبقه الوسطى للقشره، ماشي. يعني يا دكتور دي كده القشره يا اولاد، ادي الطبقه الاولى الثانيه الثالثه، دي بتطلع الدوستيرون، دي بتطلع كورتيزون كورتيكوستيرون، دي بتطلع الهرمونات الجنسيه الاخيره. طب الوظيفه قال لك يا دكتوره ايض السكريات والنشويات، مهم جدا جدا جدا. طيب فسر كيف يقوم الكورتيزول. معلومه يا شباب، الكورتيزول باللام ده يا جماعه النشط، الكورتيزون بالنون ده اللي لسه طالع طازه من الغده. تمام. كيف يقوم الكورتيزول؟ برفع نسبه الكالسيوم في الدم. تقول لي حضرتك الكورتيزول يا ولاد بيكسر العظام، ويا جماعه لما الخلايا بتاعتنا تكسر خلايا العظام تاخد الكالسيوم الناتج من التكسير ده توديه الدم، ماشي. طيب بعد كده حضرتك الهرمونات الجنسيه تفرز من الطبقه الداخليه للقشره دي يا ولاد، خلاص. الوظيفه لها نشاط مشابه للهرمونات الذكريه، التستوستيرون ده فين؟ ده في الانثى، والانثويه الاستروجين ده في الذكر، خلاص، التي تفرزها الغدد الجنسيه المختصه. طيب تعمل على نمو العضلات فين؟ عند الاناث، للدرجه التي تلائم الوظائف الحياتيه للانثى. يبقى يا دكتور دي كده هرمونات جنسيه. جماعه اهميتها فين؟ قال لك اهميتها يا دكتور لو حدث خلل بين الهرمونات يا اولاد الجنسيه اللي مفرزه من قشره الغده الكظريه والهرمونات الجنسيه الاصليه، يحصل المشكله يا اولاد، ضمور الخصيه في الرجال والمبيض في الاناث، وظهور صفات وعوارض الانوثه في الرجال، وظهور صفات وعوارض الرجوله في الاناث. خلاص حلو قوي الكلام ده. يقول لك يا دكتور واحده مثلا عندها يا جماعه حاجه اسمها هيرشوتيزم. هيرشوتيزم ده يا اولاد متلازمه بتيجي عند الانثى بتخلي يطلع لها شعر اسود في يعني دقن يا ولاد، دقن ورقبتها يبقى فيها شعر وصدرها وهكذا. ده يا جماعه اسمه هيرشوتيزم. ده ليه؟ تقول لي يا دكتور اكيد حصل خلل في الهرمونات الجنسيه، زاد عندها التستوستيرون او الاندروستيرون. ماشي. طيب كده يا دكتور القشره. بص على النخاع، قال لك يا دكتور الادرينالين والنور ادرينالين، او يا جماعه الابنفرين والنور ابنفرين، بيسموهم دكاتره هرموني النجده والطوارئ. الوظيفه يا اولاد دي حضرتك بتاع الخوف والاثاره والقتال والهروب والحماس، ماتش كره القدم، واخد بالك؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا دكتور والله بيزودوا، ركز بقى، يطلع الادرينالين يزود يا دكتور نسبه الجلوكوز في الدم عن طريق تحويل الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات الى جلوكوز.
امال حضرتك مين اللي شغال في الكبد بس؟ الجلوكاجون. يقول لك يا دكتوره هرمون يفرز من البنكرياس يؤثر على عضو واحد فقط، الجلوكاجون. بيشتغل يا ولاد على الكبد بس. خلاص زي الفل. طيب ايه كمان؟ زياده قوه وسرعه انقباض عضلات القلب يا ولاد. العضلات القلبيه، عشان كده يا جماعه بيزود ضغط الدم وبيزود سرعه ضربات القلب. الطبيعي دكاتره الضربات دي بتكون من 60 ل 100، هو يخليها 110 120 130، واخد بالك؟ يرفع ضغط الدم. طيب ركز معايا. قال لك يا دكتور والله حضرتك ده يا جماعه الغده النخاميه، واخد بالك؟ رسمه يا جماعه مهمه قوي قوي قوي. الفص الامامي يا دكتور للغده النخاميه يا اولاد بيطلع هرمون اسمه الاي سي تي اتش يؤثر على القشره، واخد بالك؟ اللي بتطلع مثلا كورتيزون على الدم. لكن حضرتك الجهاز العصبي السمبثاوي بيبعت سيال عصبي يؤثر على النخاع عشان يطلع الادرينالين والنور ادرينالين. ماشي يا ولاد؟ يبقى يا دكتور التاثير على النخاع عصبي، لكن التاثير على القشره تاثير هرموني. ممتاز. طيب ركز يا حاج بسم الله يا ولاد. هو ايه يا دكتور اللي يحصل لو حدث خلل في افراز الهرمونات الجنسيه في كل من الذكور والاناث؟ تقول لي حضرتك في الذكور ظهور صفات وعوارض الانوثه في الذكور زي ايه؟ زي التثدي، مشهور جدا يا جماعه عند الذكور، تلاقي الذكر عنده ثدي او ثدياني زي الانثى، واخد بالك؟ سقوط شعر الشارب، يقع الشنب والدقن، تراكم الدهون في الجسد. تراكم الدهون في الجسد ليه يا جماعه؟ لان يا دكتور لو الاستروجين زاد عند الرجل يا اولاد، الاستروجين ده يا اولاد بيعمل زي ما تقول كده المنحنيات بتاع الجسم الانثى، وكلها بتتعمل اصلا بالدهون، واخد بالك؟ فاولاد لو زاد الاستروجين يزود تراكم الدهون في جسم الايه؟ الذكر. طيب اخيرا يا اولاد، وكده كده يا اولاد عقم، عارف ليه؟ عشان هيحصل ضمور في الخصيتين في حاله حدوث تورم لقشره الغده. طب روح على الانثى نفس الكلام، تورم الغده يا اولاد يعمل ضمور في المبايض. ظهور صفات وعوارض الذكوره في الاناث زي ظهور شعر اللحيه والشارب، عندها شنب ودقن، غلظه الصوت، صوتها تخن، واخد بالك؟ طيب ركز معايا. ملحوظات من الهرمونات يا اولاد المسؤوله عن تنظيم اسموزه الدم، قلناها يا جماعه اي دي اتش بتاع الميه، الدوستيرون بتاع الملح، تمام. الهرمون الذي يؤثر على نفرونات الكليه بشكل مباشر كده كده يا اولاد الاي دي اتش والالدوستيرون، بيروح يشتغل على الكليه يا روحي وده يا عيوني، لكن اللي بشكل غير مباشر هو اللي بيطلع الالدوستيرون، اي سي تي اتش يا اولاد. طيب عندي حاجه يا دكتور اسمها متلازمه اديسون ديزيز او اديسون سيندروم. ايه اللي بيحصل؟ تحدث عند حدوث تلف، يعني يا دكتور القشره ماتت، تلف في قشره الغده القذريه تؤدي الى، ركز بقى دكتور، حصل تلف في القذريه، يبقى يا جماعه الدوستيرون قل، كورتيزون قل، والهرمونات الجنسيه يحصل فيها خلل. يبقى يا دكتور عدم انتظام الدوره الشهريه عند الاناث يا اولاد عشان الهرمونات الجنسيه حصل فيها مشاكل، حدث خلل يا اولاد في التوازن الطبيعي في جسم الانثى، ومشاكل في الانجاب عند الرجال يا اولاد عشان برضه هيحصل خلل يا دكتور في الهرمونات الجنسيه. طيب بص يا حاج، هنا يا اولاد الدوستيرون والصوديوم في الدم، ايه اللي يحصل؟ تقول لي حضرتك ده بيرجع الصوديوم للدم، بيعمل على اعاده امتصاص الصوديوم. يبقى يا دكتور علاقه طرديه سهله وبسيطه. طيب رقم 2 يا اولاد الدوستيرون وبوتاسيوم في الدم، يا دكتور الالدوستيرون ده بيرمي البوتاسيوم في البول، بيضحي بيه بدل الصوديوم، يبقى يا دكتور علاقه عكسيه عشان في الدم يا اولاد. طيب الدوستيرون والصوديوم في البول، استنى كده، ده بيعمل على اعاده امتصاص الصوديوم من الكليتين للدم، يعني يا جماعه بيقلل الصوديوم في البول، في اولاد علاقه عكسيه، صح ولا ايه؟ طيب الدوستيرون وبوتاسيوم في البول بيرميه، طرديه طبعا، زي الفل. ده ولا بالنسبه لي الغده الكظريه. خش يا دكتور على البنكرياس، عضو مهم قوي 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 في جسم الانسان يا ولاد. البنكرياس يا دكتور غده مشتركه، صح كده؟ حلو. عندها يا ولاد قنيات العصاره البنكرياسيه اللي بتطلع الانزيمات الهاضمه في قلب القناه البنكرياسيه، صح ولا ايه؟ ممتاز. اميليز، لايبيز، تريبسينوجين، NAHCO3. خلاص كده؟ حلو. يبقى يا دكتور دي وظيفه قنويه. وعندها دكتوره جزر لانجرهانز اللي بتحتوي على خلايا بيتا وخلايا الفا بتطلع انسولين وجلوكاجون، يبقى يا دكتور دي وظيفه صماء، واخد بالك؟ عشان كده حضرتك البنكرياس غده مشتركه في جسم الانسان يا اولاد، تجمع بين وظيفتي الغدد القنويه والصماء. بسم الله. قال لك والله يا دكتور البنكرياس ده غده مشتركه، عنده وظيفه قنويه او جزء قنوي وجزء لا قنوي. تعال حضرتك نشوف الجزء القنوي، خلصناه يا جماعه فيه مع ستارلينج في المقدمه. يحتوي على خلايا حويصليه تقوم بافراز انزيمات هضم، سهله يا دكتور، خلايا حويصليه قنويه ده في البنكرياس، لكن يا دكتور خلايا حويصليه صماء في الغده الدرقيه، صح كده؟
طيب في الاثنى عشر عن طريق القناه البنكرياسيه. سهل يا دكتور، وعارفين التشريح بتاعها من عند ستارلينك. طيب الوظيفه، قال لك يا دكتوره دي كده القناه يا ولاد اللي نازله على الاثنى عشر، واللي حضرتك بتتحد معاها القناه الصفراء بتاعه الصفراء عشان تصب برضو الصفراء في الاثنى عشر معاها. شايف الفتحه؟ تمام. الوظيفه يعمل على هضم الطعام. ليه؟ عشان حضرتك بيحتوي على عصاره بنكرياسيه هضمه مليانه يا ولاد انزيمات وليست هرمونات. طيب ده كده يا ولاد الجزء الايه؟ القنوي. خش يا دكتور على الجزء اللا قنوي اللي هو يا جماعه الاصم يعني. ركز، يحتوي على خلايا غديه متخصصه تعرف بجزر لانجرهانز، تعمل على الحفاظ على المستوى الطبيعي للسكر في الدم. ركزوا يا ولاد، حضرتك ده المستوى الطبيعي يا جماعه. سؤال مهم جدا 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 جدا. ده يا ولاد المستوى الطبيعي اهو 100 مثلا، واخد بالك؟ حلو يا دكتور، والله انا اكلت فسكري عالي عن 100 بقى مثلا يا دكتور 150. مين يا جماعه الخير الهرمون الاسود ده اهو اللي يرجع لي السكر للمستوى الطبيعي؟ تقول لي حضرتك ده الانسولين اهو. انسولين مهم قوي يا ولاد، الكلام ده مهم قوي قوي قوي. طيب انت يا دكتور صمت او ما اكلتش فسكرك قل عن 100 اهو. مين يا جماعه اللي هيرجع؟ الاحمر ده اهو، يرجعه يا دكتور تاني للمستوى الطبيعي، يرفعه للمستوى الطبيعي. تقول لي يا دكتور ده الجلوكاجون. الجلوكاجون. خلاص حلو قوي الكلام ده. طيب رجع للطبيعي. في بقى يا جماعه هرمون بيقدر يا ولاد يزق السكر يزوده اكتر من الطبيعي. حد عارف مين؟ يا دكتور الذي يرفع مستوى جلوكوز الدم اكثر من الطبيعي هو الادرينالين. لان ده دكتور هرمون طوارئ بيديك سكر اكتر من اللازم. يبقى يا جماعه اللي بيرجع السكر للطبيعي انسولين اهو، بيقلله للطبيعي. واللي بيزوده للطبيعي الجلوكاجون. اللي بيزود يا دكتور اكتر من الطبيعي ادرينالين. ماشي يا ولاد؟ ده كلام مهم قوي 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 بتاع اوائل. طيب الوظيفه يعمل على الحفاظ على المستوى الطبيعي ليه؟ السكر في الدم. طيب بسم الله يا دكتور، ايه هي هرمونات البنكرياس؟ اولا يا جماعه الانسولين طبعا يا جماعه بيطلعوا من جزر لانجرهانز. اول حاجه يا ولاد الانسولين، قال لك يا دكتور الانسولين ده بيطلع من خلايا بيتا وهي تمثل غالبيه جزر لانجرهانز. يعني يا دكتور معظم الخلايا المنتشره في جزر لانجرهانز خلايا بيتا، لانك محتاج انسولين اكتر من الجلوكاجون. طيب بيعمل على ايه؟ خفض تركيز سكر الجلوكوز في الدم. ازاي؟ قال لك يا دكتور حاجتين. اول حاجه يا ولاد يجي على الخليه، يا خليه يا جميله ست شيء، تقول له نعم يا انسولين، يقول لها محتاجه جلوكوز، تقول له يا سلام يا اهلا وسهلا، ده اللي انا بحرقه عشان اطلع الطاقه. يقول لها خلاص افتح الباب. يقوم يا جماعه فاتح الباب، افتحوا لي الباب ده الجاموسه والده. يقوم يا جماعه معدي الجلوكوز كده اهو. بعد ما فتح الباب يخش يا جماعه الجلوكوز جوه الخليه. يبقى يا جماعه الانسولين يعمل على مرور السكريات الاحاديه ما عدا الفركتوز. خلي بالك اللي بيتغذى بيه يا جماعه الحيوان المنوي. يعني يا دكتور بيعدي الجلوكوز بس ما يعديش الفركتوز، مش مسؤول عن مرور الفركتوز. الفركتوز يا جماعه بيعدي لوحده مش محتاج انسولين. لكن الجلوكوز يعدي ازاي؟ لازم انسولين حضرتك يفتح الباب. خلاص حلو قوي. يبقى يا دكتور مرور السكر الاحادي عبر غشاء الخليه يا ولاد الى داخلها والحث على اكسده الجلوكوز. يعني يا دكتور بيحث الخليه على اكسده، بس هو اللي بيأكسد؟ هو اللي بيشغل الايض الاساسي؟ هو اللي بيحرق؟ لا، هو بيحث. خلاص. يحفز تحويل الجلوكوز الزائد عن الحد الى جلايكوجين يخزن في مكانين كبد وعضلات. ممتاز. كمان يا ولاد مواد دهنيه تخزن في انسجه الجسم. عشان كده يا جماعه الناس اللي بتاخد انسولين وهم مرضى سكر بيزيدوا في الوزن يا ولاد. ليه؟ لان حضرتك الانسولين هو بناء للدهون يا ولاد، بيبني الدهون في جسم الانسان. من ده الانسولين. خلاص زي الفل. طيب يبقى يا جماعه الهرمون المسؤول عن ايض، ركز بقى، ايض السكر والدهون الانسولين. خلاص. خش على الجلوكاجون. ركز، مكان الافراز خلايا الفا، ودي يا دكتور عددها قليل. بيعمل ايه؟ جلوكاجون يا دكتور بيزود السكر في الجسم. يبقى يا دكتور يعمل على رفع سكر الجلوكوز بالدم عن طريق، ركز بقى، تحويل الجلايكوجين يا ولاد المخزن بالكبد فقط الى جلوكوز. امال مين حضرتك اللي كان بيحول الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات؟ دكتور جبنا سيره العضلات يبقى احنا مع الادرينالين. يبقى يا ولاد هرمون بيكسر الجلايكوجين من الكبد فقط الى جلوكوز ده الجلوكاجون. اللي بيكسر يا جماعه الجلايكوجين من الكبد والعضلات الى جلوكوز في الدم الادرينالين. اتفقنا؟ طيب زي الفل. يقول لك يفسر لا يوصى بتناول مرضى السكر الانسولين عن طريق الفم. تقول لي حضرتك الانسولين ده هرمون بروتيني 51 حمض امين يا ولاد. لو حضرتك اخدته عن طريق المعده الفم يعني يا دكتور هينزل في معدتك، في اولاد البيبسين اللي في المعده ياثر عليه ويبوظه وما يخليش الشخص يستفيد منه. تقول لحضرتك لان الانسولين هرمون بروتيني يهضم في المعده ولا يستفيد منه الانسان. تمام؟ طيب مرض البول السكري
الله يحفظكم يا جماعه انتم وذويكم امين يا رب. يا ولاد، البول السكري هو مرض ارتفاع نسبه الجلوكوز في الدم. بس كده؟ لا، ما يا دكتور كلنا اصلا جلوكوزنا بيعلى، سكرنا بيعلى، بس انت سكرك بيعلى وعندك انسولين بيقلله. لكن يا جماعه مرضى السكر سكرهم بيعلى وجسمهم ما يقدرش يقلل السكر ده. طيب هل يا دكتور كل مرضى السكر عندهم مشكله في الانسولين؟ خالص. السكر يا ولاد نوعين، النوع الاول والنوع الثاني. اعرف بس يا دكتور ان السكر طبيعي من 70 لحد 110، يعني قول 100. خلاص حلو قوي يا ولاد. النوع الاول ده مشكله في خلايا بيتا. بيتا يا ولاد، مشكله في خلايا بيتا في جزر لانجرهانز، ما بتطلعش انسولين. وده يا جماعه غالبا مرض وراثي، مرض جيني يا ولاد، بيجي في الاطفال. يعني يا جماعه الطفل بيتولد بالسكر النوع الاول ده، اسمه تايب 1 دايابيتس. خلاص حلو قوي. قال لك يا دكتوره مشكلته نقص افراز الانسولين من البنكرياس. اعراضه ايه؟ تقول لي يا دكتور استنى بس، قبل اعراضه، الطفل اللي هيتولد بالسكر النوع الاول ده له علاج؟ يعني له علاج نهائي يخف خالص؟ لا، ده يا ولاد هياخد انسولين طول حياته، طول عمره يا شباب بياخد انسولين بس مش اكتر. ماشي؟ طيب يبقى يا جماعه علاجه انسولين. ماشي. الاعراض يا ولاد ركز معايا يا شباب. اول ما السكر يعدي في جسمنا يا ولاد 180 بينزل في البول. حضرتك عارف ان الكليه بتاعتك بتفلتر الدم، يعني يا جماعه بتاخد الجلوكوز بس يا ولاد ما بيعديش في البول، امال بيروح فين؟ بيحصل له حاجه اسمها اعاده امتصاص. ركز بقى. يبقى يا دكتور كل السكر اللي بيروح على الكليه المفروض يرجع للدم تاني في اعاده الامتصاص، صح كده؟ جميل. ركز بقى يا دكتور الله يكرمك. قال لك والله يا دكتور لو عدى 180 حضرتك ما تقدرش تعمل اعاده امتصاص، بيقوم نازل في البول. كارثه يا دكتور. طب ما حلو بولي مسكر. اقول لك لا، كارثه حضرتك. لو السكر نزل في البول يعمل ايه يا ولاد؟ يعمل تعدد تبول. عارف ليه؟ عشان هيعلي اسموزيت البول فيسحب وراه الميه. الميه والملح او الميه والسكر يا ولاد ما حدش يفرقنا عن بعض ابدا. فيا دكتور لو السكر عالي في البول بتاعي يسحب الميه من الكليه، يعمل لي تعدد تبول، وطالما عملت بول كتير تعدد عطش وجوع، عشان ما عنديش يا دكتور انسولين بيدخل الجلوكوز جوه الخلايا بتاعتي. خلاص حلو قوي الكلام ده. يبقى يا دكتور اعراض البول السكري يا ولاد سواء نوع اول او نوع تاني: تعدد تبول، تعدد عطش، وتعدد مرض الاكل، وطبعا يا ولاد في ارتفاع لمستوى الجلوكوز في الدم. طيب يا دكتور احنا لسه قايلين من شويتين في الكبسوله رقم 1 يا ولاد البول السكري الكاذب اسمه دايابيتس انسيبيدس، شبيه البول السكري. ليه؟ لان حضرتك ده كان نقص الاي دي اتش، كان عنده عرضين بس: تعدد تبول عشان الاي دي اتش قليل، تعدد عطش بس سكره مظبوط. خلاص يبقى يا جماعه افرق بين ده اهو وده اهو ازاي؟ حل الجلوكوز في الدم. لو سليم بول سكري كاذب مشكلته اي دي اتش، سهله اديله اي دي اتش، واخد بالك؟ لكن ده مشكلته بول سكري، شوف بقى علاجه ايه. خلاص حلو جدا. طيب ركز بقى. النوع الثاني يا ولاد احنا عرفنا يا جماعه ان النوع الاول ده بيجي في الاطفال، مشكله في خلايا بيتا، نقص انسولين، عالجه بانسولين، خلصت. طب النوع الثاني يا جماعه، النوع الثاني عندهم انسولين عادي جدا. انسولين يا جماعه النوع الثاني عادي جدا طبيعي. امال مشكلته فين؟ اكتب كده: الخلايا يا ولاد نحست. عارف لما تكون مثلا بتتضرب كتير في الفصل؟ كان يا جماعه واحنا زمان كده صغيرين كان في عيل في الفصل كده، هو واحد صاحبنا في الفصل يعني، ده الضريب بتاع الفصل اللي بيتضرب في اي حاجه، الواجب ما عملوش، والكراسه نسيها، والقلم مش مبري، وهدومه مثلا وسخه، واخد بالك، وعمال يضرب في العيال ويرازف الناس، ما يتكلم في الحصه، بيتضرب كل حصه، واخد بالك. فتلاقي دي خلاص نحست، جمدت من كتر الضرب، واخد بالك، مش حاسس بحاجه، اضرب عادي، اضربني ولا يهمني، واخد بالك. فيا جماعه لما الخلايا تنحس يعني مش بتستجيب للانسولين. الانسولين يا دكتور كويس بس للاسف الخلايا مستقبلاتها باظت. فيا جماعه ده النوع التاني من السكر بيعانوا يا ولاد من حاجه اسمها مقاومه الانسولين. يعني حضرتك الخلايا مش شايفه الانسولين، لا تستجيب له، مشكله في المستقبلات. خلاص حلو خالص. يبقى يا دكتور ده السمنه، واخد بالك. طيب علاجه ايه يا دكتور؟ ده يا جماعه علاجه رقم 1 دايت كنترول. اعمل دايت يا باشا، تاكلش حاجات كتير مسكره، تاكلش كربوهيدرات، قلل رز ومكرونه وسكر، قلل الحاجات دي كلها. خلاص. وطبعا اذا لزم الامر ياخد يا جماعه ادويه، او هو ياخد ادويه تخفض سكر الجلوكوز في الدم. طيب يقول لك ايه؟ البنكرياس يحتوي على خلايا حويصليه قنويه، عارف يا دكتور، اللي بتطلع الانزيمات، بينما الغده الدرقيه فيها خلايا حويصليه صماء.
لا قنويه. خلايا المخ يا ولاد يعبر اليها الجلوكوز دون الحاجه للانسولين. يبقى يا دكتور الانسولين ده مش بيأثر على المخ، واخد بالك؟ المخ يا جماعه ده المايسترو بتاع جسم، بياخد الجلوكوز من غير اذن. نقص افراز الثيروكسين يسبب زياده معدل ترسيب الدهون. ركز كده يا دكتور، الثيروكسين لو ما طلعش حضرتك ما بتحرقش، فالدهون تترسب عشان الحرق قليل، بينما زياده افراز الانسولين يسبب زياده معدل ترسيب الدهون. اوبا، يبقى يا جماعه الدهون دي بص بتتلكك، اما تترسب بعد نقص الثيروكسين في حاله الميكسوديما، او تترسب لو زاد الانسولين. تمام؟ طيب زي الفل. بص بقى يا حاج على حاجه مهمه قوي قوي قوي. ده ولاد حبه معلومات كده يعني، بص في الجول بجد. التنظيم الهرموني لسكر الجلوكوز في الدم. حضرتك يا دكتور يا جميل، بعد ما تاكل وتخلص الهضم، الناتج النهائي لهضم الكربوهيدرات الجلوكوز في الامعاء الدقيقه. طيب خلصت الهضم، ماذا بعد الهضم يا دكتور؟ بعد الهضم حاجه اسمها الامتصاص، اي عبور المونيمرات الناتجه عن الهضم من الامعاء للدم. حلو. ماذا بعد الامتصاص؟ التمثيل الغذائي. الدم يا جماعه يوصل، ده الناقل الاساسي، ده الاتوبيس بتاع جسمك. الدم يوصل المونيمرات الى الخلايا، جلوكوز واحماض دهنيه اللي انت عايزه، واخد بالك؟ حلو. فيا جماعه الجلوكوز لما يوصل عند الخليه تعمل بيه ايه؟ تاخده تحرقه، واخد بالك؟ حلو. ولسه يا جماعه واخدين ان الانسولين هو اللي بيفتح البوابه ويعدي الجلوكوز ما عدا خلايا المخ. خلاص كده؟ حلو. يبقى يا جماعه الخير الخليه لما تاخد الجلوكوز تحرقه جواها كده يا ولاد، استفادت بيه، مثلت بيه تمثيل غذائي، واخد بالك؟ حلو قوي الكلام ده. يبقى يا دكتور اولا علشان استفيد يا ولاد بعد الهضم لازم اعمل حاجه اسمها الامتصاص. ركز بقى، اول هرمون يا ولاد بيشتغل معايا بعد ما اخلص الهضم هو الثيروكسين. عارف ليه يا دكتور؟ لان حضرتك الثيروكسين يحفز امتصاص السكريات الاحاديه من القناه الهضميه للدم. للدم فين يعني؟ الوريد الباب الكبدي، ثم الكبد، ثم الوريد الكبدي. يبقى يا دكتور تحفيز امتصاص الجلوكوز من الامعاء الدقيقه للدم. حلو جدا. الجلوكوز بقى في الدم يا حاج، والدم راح عند الخلايا، محتاج مين يا دكتور يفتح البوابه؟ محتاج مين حضرتك يجي عند الخليه يقول لها خليه يا ستشي محتاجه جلوكوز؟ تقول له اه طبعا محتاجه جلوكوز. هو حد يكره الجلوكوز؟ هات لي. يقول لها تمام، استاذنك هفتح البوابه. تقول له افتح يا باشا، خش برجلك اليمين. فيا جماعه يفتح البوابه كده اهو، يعدي الجلوكوز يا ولاد لجوه. خلاص حلو قوي. يبقى يا دكتور الانسولين يعمل على عبور الجلوكوز الى داخل الخلايا. يبقى يا دكتور الانسولين تخزين الجلوكوز الموجود بالكبد يا ولاد في صوره جلايكوجين في خلايا الكبد والعضلات، وتقليل نسبه الجلوكوز في الوريد البابي الكبدي والمتجه للقلب. يبقى دكاتره الانسولين ده يعمل على عبور الجلوكوز الى داخل الخلايا لكي يتم حرقه والحث على اكسدته. خلاص بس كده؟ قال لك لا ده يا دكتور حضرتك مش الثيروكسين ده اهو ودى يا اولاد الجلوكوز على الدم. فقال لك الانسولين لما يا ولاد الوريد البابي الكبدي ده اهو يخش يحدف الدم اللي جاي من الامعاء في الكبد، مين اللي مستنيه؟ الانسولين. هات الجلوكوز الزياده اللي انت مش محتاجه خزنه على صوره جلايكوجين. ده يا جماعه اللي بيعمله الانسولين. خلاص حلو قوي. فقال لك ده اسمه وريد بابي كبدي. خلاص اللي خارج من الكبد يا جماعه اسمه وريد كبدي على طول. يلا يا ولاد، هو مستوى الجلوكوز فين اعلى؟ تقول لي حضرتك استنى، احنا خزنا الجلوكوز الزياده اللي كان داخل في الباب الكبدي. يبقى يا جماعه الجلوكوز اعلى في الباب الكبدي واقل في الكبدي بفعل الانسولين. ممتاز. طيب ركز بقى يا حاج، الخليه يا دكتور خدت الجلوكوز، ماذا بعد؟ تقول لي يا دكتور استنى، لما الخليه يا دكتور تاخد الجلوكوز محتاجه تحرقه. يجي يا جماعه تاني دور الثيروكسين، تحفيز يا ولاد عمليات الايض او التنفس الخلوي في الميتوكوندريا، حيث يحدث أكسدة للجلوكوز لتكون جزيئات الاي تي بي. يبقى يا دكتور الايض الاساسي داخل الخليه الثيروكسين، ما انت عارف الكلام ده اصلا من زمان يعني. طيب ركز بقى، قال لك يا دكتور اهو زي ما قلنا يا ولاد الانسولين تحفيز وتسهيل مرور الجلوكوز من الاوعيه الدمويه الى داخل خلايا الجسم يا ولاد المختلفه عبر الغشاء الخلوي. طيب افرض حضرتك بقى سكر دمك وقع، يعني انت استهلكت الجلوكوز ده كله وحرقته كله، يجي دور مين يا ولاد؟ الجلوكاجون. يعمل ايه؟ يكسر الجلايكوجين المخزن في الكبد فقط الى جلوكوز. ماشي يا ولاد؟ يبقى يا دكتور بيزود نسبه الجلوكوز اللي خارج في الوريد الكبدي. يبقى يا جماعه عند الانسولين والجلوكاجون عكس بعض في حاجه مهمه قوي يا ولاد. الانسولين عشان بيخزن الجلايكوجين داخل الكبد او الجلوكوز على صوره جلايكوجين، فيا ولاد بيقلل مستوى الجلوكوز فين؟ في الوريد الكبدي اللي خارج من الكبد. لكن يا جماعه الخارج الجلوكاجون بيزود مستواه في الوريد الكبدي. اتفقنا؟ ده ولاد بالنسبه لي البنكرياس بكل تركاته وحركاته، وان شاء الله ما يكونش ناقص منك اي حاجه. طيب الغدد التناسليه او الجنسيه، والله يا دكتور خلصناه.
الخصيه في الذكر والمبيض في الانثى. ركز بقى، بيعملوا ايه؟ والله يا دكتور الاثنين بيكونوا امشاج. يبقى يا جماعه الخير تكوين الامشاج الذكريه اللي هو الحيوان المنوي في الخصيه طبعا، وكذلك الانثى اللي هي البيضات. تمام. تاخد التفاصيل بالتفصيل الممل في التكاثر، تلاش. افراز الهرمونات الجنسيه مهم جدا، المسؤول عن نمو الاعضاء التناسليه وظهور الصفات الجنسيه الثانويه عند الذكر والانثى، زي يا دكتور كده عند الذكر التستوستيرون، عند الانثى الاستروجين. طيب افراز الريلاكسين يا دكتور ده بيتم يا جماعه عند الانثى من الايه؟ الجسم الاصفر في المبيض والمشيمه في الرحم وبطانه الرحم. تمام. ركز بقى، قال لك يا دكتور والله الجنسيه الذكريه اسمهم الاندروجينات. مين هم يا اولاد؟ تستوستيرون اندروستيرون. طيب الانثى يا جماعه اسمهم ايه؟ الاستروجينات، استروجين وبروجسترون. طيب يا دكاتره الاستروجين ده اسمه التاني مهم قوي قوي قوي، حد عارفه؟ ها شاطر يا دكتوره. الاستراديول. الاستراديول. طيب ركز يا حاج، بسم الله. والله يا دكتور تستوستيرون، اندروستيرون يعني، استروجين او استراديول، بروجسترون، الثلاثه استرويدات. الوحيد الجنسي البروتيني الريلاكسين. طيب مكان الافراز، تقول لي حضرتك التستوستيرون من الخلايا البينيه في الخصيه بفعل ال LH، وقلنا بالتفصيل الكلام ده مع الغده النخاميه. الاستروجين حضرتك من حويصل الجراف في المبيض بس بفعل ال FSH. البروجسترون حضرتك له مكانين، هرمون يا جماعه يفرز من مصدرين قلناها فوق. الجسم الاصفر في المبيض بفعل ال LH طبعا المصفر، والمشيمه في الرحم. تمام. الريلاكسين يا دكتور هرمون يفرز من 3 مصادر، مهم جدا 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 هذا الMCQ. هرمون يفرز من مصدرين البروجسترون، هرمون يفرز من 3 مصادر الريلاكسين. ايه هم 3 مصادر؟ الجسم الاصفر في المبيض زي البروجسترون، المشيمه في الرحم زي البروجسترون، زود بقى بطانه الرحم. تمام. يبقى يا دكتور صح ولا غلط؟ بطانه الرحم غده، صح. مؤقته ولا دائمه؟ مؤقته يا ولاد، هي بتطلع الهرمون ده في الحمل بس، واخد بالك؟ طيب يا ولاد خلي بالكم، حواسيل الجراف غده مؤقته. مؤقته والله، عارف ليه؟ لانها دكتور بتطلع الاستروجين لفتره مؤقته، بعد كده يا ولاد بعد انتهاء الدوره الشهريه خلاص ماتت اصلا، او اتحولت لجسم اصفر، وجسم اصفر اصلا بيموت لو مفيش حمل، او حتى لو في حمل اخره 3 شهور. يبقى يا جماعه الشاهد ان حواسيل الجراف والجسم الاصفر والمشيمه وبطانه الرحم كل دول يا ولاد غدد صماء مؤقته. سؤال يا جماعه، الخلايا البينيه في الخصيه غده صماء دائمه ولا مؤقته؟ مؤقته. عيب يا ولاد، الذكر بلغ بتشتغل تطلع تستوستيرون لحد ما يموت. دائمه. خلاص. طيب الوظيفه، تقول لي يا دكتور التستوستيرون سهل، ظهور الصفات الجنسيه الثانويه عند الذكر بعد البلوغ، العضلات وخشونه الصوت والشارب واللحيه، وكمان يا ولاد نمو البروستاتا والحوصلتين المنويتين. طب والاستروجين؟ اعكس يا دكتور، ظهور الصفات الجنسيه الثانويه عند الانثى زي كبر الغدد الثدييه، تنظيم الطمس، انماء بطانه الرحم. مهم قوي يا شباب، هناخدها ان شاء الله بالتفصيل في الدوره الشهريه. طب البروجسترون ده يا جماعه هرمون الحمل يا ولاد، اي حاجه لها علاقه بالحمل او تثبيت الجنين في الرحم البروجسترون، اوعى تنساها. يعمل على زياده سمك بطانه الرحم يا جماعه، بيزود سمك البطانه عشان الجنين يتزرع فيها زرعه ما يطلعش الا وهو بيتولد، واخد بالك؟ لاستقبال وزرع البويضه المخصبه. خلاص. ينظم يا جماعه التغيرات الثدييه التي تحدث اثناء الحمل لكي يعد الثدي لاستقبال او لتكوين اللبن. طيب الريلاكسين، ريلاكس، ارتخاء الارتفاق العاني عند الولاده. يبقى يا جماعه الخير الريلاكسين ده بيسهل ازاي الولاده؟ تقول لي يا دكتور يعمل على اتساع الارتفاق العاني او ارتخاء الارتفاق العاني عند الولاده. بص على الملحوظات، هرمون الانوثه الاستروجين او الاستراديول، هرمون الحمل زي ما قلنا يا جماعه البروجسترون. يا ولاد كلمه بروجسترون يا ولاد، كلمه جست دي جايه من جيستيشن يا جماعه، كلمه جيستيشن يعني حمل، فيا دكتور ده هرمون الحمل. هرمون الرضاعه يا ولاد هو البرولاكتين والاوكسيتوسين، ده يا دكتور اللي بيعمل على تكوين اللبن، ده بيعمل على اندفاع اللبن. طيب هرمون الولاده طبعا الOH حبيب البيبي، ومعاه يا جماعه بيشتغل قبله الريلاكسين اللي بيوسع الارتفاق العاني. الغدد اللبنيه تتاثر بالاستروجين والبروجسترون والبرولاكتين والاوكسيتوسين طبعا. حضرتك دول بيكبروا، استروجينات بتكبر، بروجسترون بيطور يا ولاد، برولاكتين بيكون، اوكسيتوسين بيعمل على اندفاع الغدد الثدييه. طيب اندفاع اللبن من الغده الثدييه. طيب خش يا دكتور على القناه الهضميه يا ولاد، ده كده الكبد بيطلع العصاره الصفراويه على الاثنى عشر بتتصل مع القناه البنكرياسيه، يعني القصه دي خلاص هرسناها يعني الحمد لله. والله يا دكتور بتطلع من الغشاء المخاطي المبطل للقناه الهضميه بواسطه الغدد الموجوده في الغشاء. طيب والله يا دكتور خلصنا الجسترين بتاع انا رايح فين؟ انا راجع تاني. يا دكتور بيطلع الجسترين على الدم من خلايا معينه، يرجع يا دكتور على المعده يشتغل على خلايا اخرى. يبقى يا دكتور بيطلع من خلايا ويؤثر على خلايا اخرى، مش نفس الخلايا. بقول تاني يا جماعه، الجسترين يا ولاد لا يعمل على نفس الخلايا، وانما يعمل على نفس العضو.
اللهم بلغت. طيب ركز بقى. يفرز من المعدة وينتقل خلال الدم إلى المعدة مرة أخرى ليحثها على إفراز العصير المعدي. خلاص؟ طيب يفرز يا أولاد أو يفرز من خلايا غدية لا قنوية، صماء يعني يا دكتور، ما هو هرمون يا أولاد، ويؤثر على خلايا أخرى قنوية. لأنه حضرتك بيطلع من غدة صماء، خلايا غدية صماء يا أولاد، بس بيأثر على خلايا غدية قنوية يا دكتور، بتطلع العصارة المعدية في قلب المعدة. تمام؟ حلو قوي الكلام ده. طيب توجد مستقبلات الجسترين في المعده بينما يوجد الهرمون في جميع الاوعيه الدمويه المنتشره بالجسم. طبعا دكتور الهرمون خرج على الوريد بتاع المعده ينتشر في كل الجسم، لكن بيعمل فقط على المعده. ليه؟ عشان مستقبلاته في المعده فقط. طيب خلصنا يا دكتور مع ستارلينج، السكرتين والكوليستوكاينين، دول يا جماعه اللي بيحثان البنكرياس على افراز العصاره البنكرياسيه الهاضمه من الغدد الحويصليه القنويه. زيادة حامضية المعدة يا ولاد تقلل من إفراز الجسترين والعكس. ليه بقى؟ لأن حضرتك الجسترين ده أصلا بيطلع العصارة المعدية اللي فيها مين؟ HCl، حمضي قوي، بيزود الحمضية. يبقى يا جماعة لو ال HCl زاد قوي 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 خلاص يا دكتور هيطلع الجسترين ليه؟ طب لو قل بقى يبقى يا دكتور محتاجين نطلع الجسترين. فيا جماعة هو عرض وطلب، معاك HCl كتير خلاص مش هطلع جسترين، قل وعايز تهضم طلع الجسترين. طيب سؤال يا ولاد، واحد بياكل بروتين كتير، لحمة كتير جدا، اخبار الجسترين عنده ايه؟ طبعا كتير جدا، لان حضرتك اللحمه بتتهضم في المعده، محتاج عصاره معديه ومحتاج بيبسين، يطلع الجسترين كتير. طيب بص يا حاج، زياده قاعديه المعده تقلل من افراز السكرتين والكوليسيستوكاينين. ركز معايا يا دكتور، هو حضرتك لما القاعديه في المعده تزيد اخبار يا اولاد هضم البروتين عامل ازاي؟ تقول يا دكتور الهضم هيقل. يعني يا جماعه مرور الطعام من المعده الى الاثنى عشر هيحصل له ايه؟ هيقل. يعني يا جماعه الاكل اللي داخل الاثنى عشر هيقل، عشان كده يا ولاد يقل السكرتين والكوليستوكاينين. طيب زياده افراز هرمون الجسترين قد يصيب الانسان يا ولاد بقرحه في المعده، طبعا لان حضرتك الجسترين لما يزيد قوي في يا جماعه مرض بيجي او متلازمه بتيجي في المعده اسمها زولينجر اديسون سندروم، ده يا ولاد بتعمل على زياده الجسترين قوي 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 قوي. فيا جماعه هيزود العصاره المعديه اللي فيها ال HCl كتير قوي قوي قوي. يبقى يا جماعه لما ال HCl يزيد قوي 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 ياكل يا ولاد ويقطع في بطانه المعده، يعمل القرحه او تعويره في جدار المعده. يبقى يا دكتور زياده الجسترين تسبب الانسان او تصيب الانسان بقرحه في المعده. خلاص؟ طيب اخر حاجه يا ولاد، لا يغرنك تشتت امرك، ستاتي اراده الله فيتيسر العسر ويمهد الطريق وتفتح الأبواب فتأتيك كاملة تامة بعطاء الله. أبشر يا صديقي الجميل، ولا تنسى محمد يحبك في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلاة الله ربي كلما طلع الشمس نهارا وأفل للذي حاز العلا من هاشم أحمد المختار من ساد الأول، صلوا عليه وعلى آل وصحب سادة ليس فيهم عاجز إلا بطل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بطل.